بتبدا قصتنا بنوفومي، طالب جامعي عنده 20 سنه بيقضي حياته بين مشاهده الانمي وقرايه المانجا، ده لما يكون معاه فلوس. ولما يفلس بيخش المكتبه ويدور على روايات قصيره يقراها، بيلاقي قدامه كتاب اسمه سجلات الاسلحه المقدسه الاربعه، بتحكي قصه 4 ابطال كل واحد فيهم عنده سلاح، سيف، رمح، قوس ودرع، ومهمتهم هي حمايه البلاد. كل بطل عنده قدرات، ولما جه يقرا قدرات الدرع لقى الكتاب بينور واتسحب لداخل الكتاب، ولقى قدامه سحرة بيقولوا لهم مرحبا بابطالنا، عاوزينكم تحموا البلاد. بيلاقي في ايده درع وجنبه 3 اشخاص معاهم سيف ورمح وقوس. السحرة بيقولوا لهم العالم على وشك الدمار وانتوا ابطالنا مقدسين ولازم تساعدونا. واحد منهم بيقول مفيش مشكله بس لازم ناخد مقابل لده. السحرة قالوا ممكن تقابلوا الملك وتفاوضوا معاه على الجايزه اللي انتوا عاوزينها، وبيروحوا يقابلوا الملك واللي كان بيحكم دوله ميلو مارك، وبيبداوا يعرفوا نفسهم. بطل السيف اسمه رين وعمره 16 سنه، بطل الرمح اسمه موتياس وعمره 21 سنه، بطل القوس واسمه اتسكي وعمره 17 سنه. الملك قال هقول لكم المهمه. نوفومي قال له كابتن انا لسه ما قلتش اسمي. الملك قال له انا نسيت، قول اسمك. قال له نوفومي وعمري 20 سنه. الملك قال له مش مهم، مهمتكم يا رجاله هي محاربه الكارثه. في نبوءه في العالم بتحكي عن موجات لو ما تمش التصدي ليها هتدمر العالم، ولكل بلد ساعه بتسمى بساعه التنين الرمليه. اول موجه هجمت البلد قبل وصول الابطال، وبالكاد الجيش قدر يتصدى ليها، لكن كل موجه بتكون اقوى ومش هيقدروا يقفوا قدامها، وعشان كده استدعوا الابطال. وتفاضل اقل من شهر على وصول الموجه الثانيه. رين بيقول له مفيش مشكله لكن لازم مقابل. الملك بيقول له هتاخدوا مقابل التصدي على كل موجه، بس في الاول لازم تشوفوا حالتكم. بيظهر قدام الابطال علامه بتوريهم قوتهم ودفاعهم ومستواهم زي لعبه كونكر وغيرها، وكل الابطال في المستوى الاول ولازم يقوموا من نفسهم قبل وصول الموجه. لكن لما الاسلحه بتقرب من بعض قوتها بتنقص، فكل بطل هيتدرب مع نفسه، ومن بكره هينضم لكل واحد منكم مجموعه مساعدين ويكونوا هم جنودكم في مواجهه الموجات القادمه. بيدخلوا اوضه مع بعض وكل واحد فيهم بيقول دي شبه لعبه انا اعرفها، وهو الوحيد اللي بيكون عارفها في وسط البقيه. فبيبداوا يسالوا بعض عن اشهر ممثل واسم رئيس الدوله، واكتشفوا ان كلهم من اليابان لكنهم من ابعاد واقوام متوازيه ومعلوماتهم مختلفه عن بعض تماما. نوفومي هو الوحيد اللي فيهم ما كانش بيحب الالعاب، فخبرته كانت قليله بالمقارنه بيهم. فبطل الرمح بيقول له للاسف بطل الدرع هو الضعيف في الالعاب. مين اللي هيختار الدفاع وهو بيلعب؟ اكيد هيختار الهجوم بالاسلحه، ودي كانت الحاجه الوحيده اللي كلهم اتفقوا عليها. فنوفومي قرر انه يعتمد على فريقه في الهجوم وهو اللي هيدافع. وفي الصباح الملك بيجمع المرشحين، لكن هم اللي هيختاروا البطل اللي عاوزينه، وكالعاده مفيش حد اختار بطل الدرع لان في اشاعه انتشرت ان بطل الدرع ما يعرفش حاجه عن العالم ده. الملك قال للمرشحين عيب يا ولاد حد يشترك مع بطل الدرع. فواحده من جنود موتياس قررت تشترك مع نوفومي، تحس البراءه والحب بيشعوا من وشها، واسمها كان مين. ولان نوفومي غلبان ومعاه مرافقه واحده بس، فبياخد 800 قطعه فضيه والبقيه هياخدوا 600 قطعه. مين بتقول له في الاول لازم نروح ونجيب اسلحه تساعدنا في محاربه الوحوش. بيدخل المحل ويتعرف على صاحب المحل واللي هنعيش معاه فتره طويله، بيعرض عليه السيوف. لكن المفاجاه اول ما نوفومي بيلمس السيف جسمه بيتكهرب، مرفوض انه يستخدم اي سلاح الا الدرع بتاعه. فبيشتري بدله دفاعيه وسعرها 120 عمله وبيروح يتدرب. الدرع بيوفر له الحمايه وكمان بيقدر يستحمل الهجمات اكتر من البقيه، لكنه ضعيف جدا جدا في محاربه الوحوش وقتلها. لكنه كل ما يقتل وحش ممكن يدمجه في الدرع بتاعه ويغير من خصائص وقدرات الدرع. مين بتقول له لو اشتريت سلاح ممكن اساعدك واحارب معاك. فبيروح يشتري لها سلاح وبيكون سعره 480. نوفومي بيقول لها ده غالي جدا ممكن تاخدي حاجه ارخص. فبتقول له هتستخسر فيا برضه يا دروعي، ده انا حبيبتك. قال لها تصدقي صح، ده انت لو عاوزه صاحب المحل نفسه هشتريهولك. بتقول له ما تقلقش لما نقتل الوحوش ممكن ناخد بقاياها ونبيعها وده هيوفر لينا فلوس كتير. بياكلوا كل واحد بياخد اوضه. نوفومي بيعد باقي الفلوس اللي معاه واللي كانوا تقريبا 200، فبيخبيهم في الدرع بتاعه وينام. بيصحى الصبح يدور على البدله ما يلاقيهاش، وفجاه الجنود بتخبط على الباب وتاخده وترميه قدام الملك. بيقول للملك انا كل حاجه اتسرقت مني. قال له اصمت. وبيقول لمين قولي شهادتك مين تاني. بتقول لهم وانا نايمه واحد خبط عليا وكان الذئب البشري بطل الدرع، حاول يعتدي عليا وهربت منه بالعافيه، رحت لموتياس عشان يحميني منه. نوفومي قال لهم كذب، انا دخلت انام بعد العشاء على طول. وقال لموتياس ايه البدله اللي انت لابسها دي انت سرقها مني؟ قال له مين عطتها لي لما قابلتها على العشاء؟ واحد من الجنود قال لقينا ده في غرفه نوفومي وكان قميص نوم. رين قال ما توقعتش انك تعمل كده اول ما وصلنا. نوفومي قال ازاي ده يحصل؟ وبص قدامه لقى مين بتطلع له لسانها. قال يبقى كل ده كان مخطط ليه، سابت موتياس وجات لي عشان تعمل فيها كده. بيقول لها انت خدعتيني، هدفك كان خداعي من الاول، كل ده عشان انا بطل الدرع. خلاص انا مش عاوز اكون في العالم ده، رجعني للعالم بتاعي من تاني. الملك قال له ما ينفعش نستدعي بطل تاني مكانك الا لو الاربعه ماتوا وعقوبة
عقوبة جريمتك هي الإعدام، بس بما إنك بطل الدرع وإحنا دولة بتدعم الواسطة والمحسوبية فهنسيبك المرة دي، لكن أخبار جريمتك انتشرت بين الناس وكلهم هيحتقروك. ناوفيمي قال له دي الفلوس اللي اديتها لي مش عاوزها، وهدفها قدامهم، وقال لهم أنا هقدر أقاوم الموجات بطريقتي. بيخرج والناس بتبعد عنه أول ما يشوفوه. تاجر الأسلحة بيشوفه ويقول له أنت عملت كده في البنت اللي كانت معاك؟ ناوفيمي قال له أنت كمان مصدق؟ التاجر سابه وغالبا ما صدقش اللي سمعه، وقال له استنى خد دي معاك ممكن تحميك في مهماتك ومش عاوز مقابل دلوقتي. ناوفيمي راح وبدأ في قتل الوحوش الضعيفة جدا جدا بصعوبة، قدر يجمع 20 منها وراح عشان يبيعهم. التاجر ساعتها كان بيشتري الاتنين منهم بعملة. ناوفيمي دخل وقال له عاوز ابيع ال20. التاجر قال له ال20 بعملة. قال له يا راجل طب وكده ممكن اخلي دول يهاجموك ومش فارقة معايا، انا بقيت الشيطان بتاع المدينة. التاجر اشتراهم منه ب10 عملات غصب عنه، وبيكمل ايامه بيلاقي نباتات علاجية بياخدها ويحطها في الدرع ويكون درع النباتات بتحسن من جودتها، وبيبدأ يبيعها لمحل الادوية والفلوس بدأت تلعب معاه. بيروح بالليل يتعشى ويقابله 3 يقولوا له انت بطل الدرع، طب عاوزين نشترك معاك في الفريق. بيقول لهم مفيش مشكلة لكن كل واحد يشتري معداته مع نفسه. قالوا له تصدق احنا غيرنا رأينا، اطلع بالفلوس اللي معاك. فبدأ يرمي عليهم الوحوش وده اللي خوفهم وخلاهم يجروا، لكن كان في واحد بيراقب اللي بيحصل وقال له عندي لك هدية بس تعالى ورايا. بياخده معاه البيت وبيظهر ان الشخص ده تاجر عبيد. بيقول له ما شاء الله انت سمعتك زي الزفت ومحدش هيجي معاك، لكن العبيد عادي بيتبعوا اوامر سيدهم لو اشتراهم، لان بيكون عليهم لعنة بتخلي من المستحيل عليهم رفض اوامر سيدهم. وبدأ يعرفوا على البضاعة. في عنده اشباه البشر ودول بيستخدموا كخدم، مستوحشون ودول خليط من البشر والحيوانات وبيمتازوا بالقوة. ناوفيمي بيشوف بنت صغيرة من اشباه البشر. التاجر بيقوله تعالى وبيوريه افضل وحش من بضاعته مستواه 75، وناوفيمي اساسا كان مستواه 4 في اللحظة دي. تاجر العبيد بيقول له ده ب15 عملة ذهبية. ناوفيمي قال له انت روش ليه؟ ما انت عارف ان مش معايا فلوسه، انا عاوز ارخص عبد عندك. قال له يبقى تاخد من اشباه البشر. ناوفيمي بيقف قدام البنت. التاجر بيقول له دي مريضة صاحبها القديم كان بيعذبها وهتموت قريب من المرض. ناوفيمي قال هاخدها. فالتاجر بيرسم اللعنة على جسمها، ولو رفضت اي امر لناوفيمي جسمها هيتألم بشدة. بيعرف ان اسمها رفتاليا وناوفيمي بيديله فلوسها وبيسحب البنت وراه ويروح لمحل الاسلحة ويقول له هات سلاح للبنت دي. بيديها سكينة ولبس وناوفيمي بيخرج وحش ويقول لها اقتليه. بترفض فجسمها بيتكهرب ويقول لها لو قتلتيه جسمك مش هيتألم، فبتهاجمه وتقتله. وبيعرف ان كل ما يزيد مستواها هو كمان مستواه بيزيد. بيقول لها من النهارده هتحاربي الوحوش معايا وده مقابل اني اشتريتك. التاجر بيقول ايه اللي حصل له؟ هو كان كده من الاول ولا العالم بتاعنا اللي خلاه كده؟ بياخدها ويطلب لها وجبه زي الاطفال. بتقول له ليه جبت لي وجبه؟ قال لها عشان انت جعانه. منطقي. بتفرح جدا اول ما الوجبه توصل وتبدا تاكل منها، وبعدها بتروح تتدرب معاه وتقتل الوحوش. بتساله انت مين؟ بيقول لها انا بطل الدرع. فبتفتكر وهي صغيره وابوها بيحكي لها عن الابطال وان اشباه الوحوش بيحبوا بطل الدرع لانه كان اكتر واحد بيعملهم بحب. ناوفيمي بيبدا يصنع لها ادويه لعلاج المرض اللي عندها، واليوم اللي بعده بيبدا يبيع الدواء للمحل بتاع الاعشاب لان الدواء سعره اغلى. بيخرج ويلاقي رفتاليا بتتفرج على الاطفال اللي بيلعبوا كوره، فبيشتري لها واحده تلعب بيها بعد القتال، وبيقضوا الايام مع بعض وهو بيرعاها من كل الجوانب وقوتها بتزيد اكتر واكتر. في التدريب بيهاجمهم ارنب فبيقول لها هاجميه. بتقول له انا بخاف من الدم وترفض تقتله، فجسمها بيتألم. بيقول لها لو ما حاربتيش مش هعتني بيكي وهرجعك لتاجر العبيد. اول ما تسمع كده بتخاف وتهاجم الارنب وتقتله. بيروح ويبيع الارنب ويعرف ان المانجا فيه بضائع غاليه، لكن الوحوش ظهرت فيه ومحدش دخله من بعدها. فبياخد رفتاليا معاه وبيحط قطعه من المعدن ويكسب درع جديد بيخليه يقدر يكون درع بعيد عنه، ويدخل الكهف ويبدا يستخرج الاحجار، لكن بيهاجمهم وحش على شكل كلب براسين. رفتاليا بتترعب، ده هو نفس الوحش اللي قتل ابوها وامها. بيأمرها تهاجمه وبترفض مهما حصل. ناوفيمي بيحميها ويتصاب ويقول لها اهربي انا هقدر اشغله، اهربي انتي. وبتفتكر اللي حصل لها بعد موت ابوها وامها، واخيرا لقت حد يرعاها ومش عاوزاه يموت هو كمان. فبتهاجم الوحش بكل قوتها وتطعن راس منه. الوحش بيحاول يهاجمها لكن ناوفيمي بيكون درع بيحميها، وبتقدر تطعن الراس التانية وتقتله. وتقول لناوفيمي مش عاوزاك تسيبني، انت الوحيد اللي عملتني كويس. بيقول لها انا بدافع وانت تهاجمي وبكده هنقدر نكمل مع بعض. وبيكملوا الايام وناوفيمي اكتسب مئات الدروع، واحد منهم بيقدر يحبس خصمه بالكامل. ورفتاليا هي كمان كبرت وبقت شابه لان اشباه البشر بيكبروا كل ما مستواهم زاد، وهي وصلت المستوى ال18.
بيروحوا رفتاليا بتشتري سيف جديد، والراجل بيصنع لناوفومي درع جديد يحميه. بيروح الساعة الرملية عشان يعرف موعد الموجة، وبيعرف انها بعد 20 ساعة بس، لكنه بيلاقي الابطال الثلاثة وراه. موتياس بيشوف رفتاليا ويقول لها بتحارب جنبه ليه؟ اكيد هيأذيكي، انت ما سمعتيش الاشاعات؟ ناوفومي بياخدها ويمشي بسرعة، ورين بيقول له ما تقفش قدامنا واحنا بنحارب الوحوش يا ضعيف. وناوفومي بيخرج متعصب. رفتاليا بتسأله هو ايه اللي بيحصل؟ بيقول لها مفيش حاجة، وبيدخل ينام بدري. وبيوصلوا ليوم الموجة وبيتم نقلهم للمكان، وكان بجوار قرية العود. رفتاليا بتقول له الوحوش متوجهة لهناك، فبدل ما يهاجم الموجة بيروح يدافع عن القرية. بيؤمر رفتاليا تخلي اهل القرية وهو هيدافع عن القرويين، وبيبدأ يصد كل الهجمات، ويؤمر الناس انهم يهربوا للجبل، والناس بتنسحب لحد ما هرب كل الناس، بس الوحوش كلها بتحاصره. بيلاقي الناس رجعت ويقولوا له دي هي قريتنا ولازم نحارب معاك. اهل القرية بيحاربوا وهو بيدافع عنهم لحد ما رفتاليا جت وساعدته في قتل الوحوش، لكنه بيلاقي قنابل بتتحدف على الوحوش. بيحمي رفتاليا بسرعة وبيوصل للجيش الملكي، وقائدهم بيقول ايه ده انت موجود هنا؟ ازاي ما متش؟ رفتاليا بتهاجمه وتقول له ازاي تهاجم وبطل الدرع موجود؟ بيخرجوا سيفهم ويحاولوا يحاربوها، لكن الوحوش بتظهر من ورا الجيش. ناوفومي بيساعدهم ويقول لهم من غير الوحوش هتقتلكم. الجيش بينظم نفسه ويحارب مع بطل الدرع، في الوقت اللي الابطال الثلاثه بيحاربوا الوحوش في مركز الموجه، لحد ما الموجه بدات تختفي ومعاها مات كل الوحوش. اهل القريه بيشكروا ناوفومي لانهم من غيره كانت القريه هيتم ابادتها. بيحضر كل الابطال حفله في القصر الملكي، وناوفومي قاعد لوحده. رفتاليا بتروح له، وساعتها مين بتقول حاجه لموتياس. موتياس بيروح لناوفومي ويقول له قاتلني، سمعت ان رفتاليا عبد عندك. ناوفومي قال له فيها ايه؟ العبوديه مسموحه في البلد. موتياس قال له احنا ابطال ولازم ما نعملش كده. ناوفومي قال له ده رايك، ارميه في الزباله عادي، انا مش بعمل حاجه ضد القانون. موتياس قال له حاربني، ولو كسبت هتحرر رفتاليا. ناوفومي سابه ومشى، وساعتها الحرس وقفوه، والملك قال القتال هيتم تحت اشرافي ولازم تحارب. رفتاليا بتقول انا مع ناوفومي بارادتي، فواحد من الحرس بيسكتها واجبروا ناوفومي على القتال ضد موتياس. موتياس بيقول في حكايه عن تصادم الرمح مع الدرع. ناوفومي قال له عارفها، والدرع كسب لما الرمح تعب وما قدرش يخترقه، وبدأ القتال. ناوفومي قدر يصد كل ضربات الرمح المتتاليه، لدرجه انه قدر يضربه وهاجمه بوحش ضعيف من اللي كان مخبيهم. خرج درع الكلب وخلاه يهاجم الرمح، وبعدها حبسه في درع وحدف عليه الوحوش تهاجمه وهو جوه، وقال له انت خسرت، اعترف بالهزيمه، مش هتقدر تفوز عليا. ساعتها جاله هجوم من ظهره رماه، والهجوم كان من مين، والرمح هاجمه وقدر يسقطه، وفاز بطل الرمح. ناوفومي قال له استنى، المباراة كانت فردية وصاحبتك ساعدتك، والكل شاف ده، لكن الكل فضل ساكت. والملك جه وقال له مش هنصدق مجرم زيك، وبينزل يهنئ بطل الدرع وبنته مين. ناوفومي بيفهم كل حاجة، ان كل ده كان من تخطيط الملك، هو اللي عمل كل ده. اتهمه بالجريمة، وبعدها عاوز يبعد رفتاليا عنه. بيقول للدرجة دي هم عاوزين يدمروني؟ انا مش عاوز اكون بطل الدرع. وبدأ يبكي، وساعتها الدرع اتفعل واتضافت له ميزة اللعنات. الجنود بدأوا في تحرير رفتاليا، وناوفومي رافض لكنه مش قادر يعمل حاجة، وهو شايف الطفلة رفتاليا بتبعد عنه. وبعد تحريرها رفتاليا بتضرب موتياس وتقول له ناوفومي هو اللي رعاني، اكلني واداني العلاج وعاملني افضل معاملة، انت عمرك ما كنت هتعمل كده. وبطل السيف والرمح بينزلوا ويقولوا شفنا مين وهي بتتدخل، وده كان تحت رعاية الملك. فنتيجة المباراة غير محتسبة، وموتياس هو الخاسر، وما كانوش مصدقين ان الملك هو اللي بيشرف على الغش. رفتاليا بتقرب من ناوفومي، بيقول لها بعيد عني، انت حرة وممكن تمشي. بتقول له انا مش عاوزة امشي، انا مصدقاك وعمري ما صدقت الاشاعات. بعد اللي شفته منك انا مصدقه ان انت افضل واحد. الدرع انقذ حياتي اكتر من مره، انا هو سيفك وهفضل معاك للنهايه. واخيرا ناوفومي قدر يشوف رفتاليا كشابه، لان كل ده كان شايفها الطفله رفتاليا اللي لسه شاريها من تاجر العبيد. واثناء ده واحده مقنعه بتروح تبلغ الملكه باللي حصل. الملكه بتقول لها اخبار استدعاء الاربع ابطال وصلت هنا، لازم احل المشكله وانت لازم تراقبي الاوضاع. وفي القصر الملك بيشكر الابطال ويبدا يدي لكل واحد منهم مكافآت، ما عدا بطل الدرع. بيقول له انا حررت العبده ودي هي جايزتك. السهم بيقول له ايه الكلاحه دي، هو ما طلبش منك اساسا. والسيف قال له ناوفومي انقذ القريه ولازم تكافئه. فالملك قال هديه اقل مكافاه وهي 500 عمله فضيه، ويلا امشي مش عاوز اشوف وشك هنا. ناوفومي بيروح لتاجر العبيد لان رفتاليا عاوزه اللعنه ترجع لها، لانها بتثبت انها تابعه لناوفومي. والتاجر بيقول له ما شاء الله كبرت، ايه رايك تبيعها ب 30 عمله ذهبيه؟
ليا؟ قال له هفكر ولا اقول لك لا. التاجر قال له طب ما تشتري عبد كمان، ايه رايك في البيت ده بيت فيوليال، وهي كانت شبه النعام بتجر العربات في المدن، لما تفقس هيطلع لك طفل منهم، لو ربيته هيكبر ويبقى قوي، وممكن حظك يكون حلو ويتحول لتنين زي اليانصيب. وناوفومي بيشتري بيضه، بيروح لتاجر الادويه اللي بيقول له قرايبي من قريه العود قالوا لي على انقاذك ليهم وعشان كده هساعدك، وده كتاب فيه كل الوصفات الطبيه، وكمان صاحبه متجر السحر عاوزاك. بيروح لها وتقول له انت ساعدت قرايبي في قريه العود وانا هخدمك، انت سحرك هو سحر الدم والشفاء، ورفتاليا سحر الضوء والظلام، وده كتاب تعويذ ممكن تتعلم منه التعويذ اللي تناسب تصنيفك. وبيكمل هو ورفتاليا مغامراتهم، والبيضه بتفقس ويخرج منها فيوليا وتبدا تعيش مع ناوفومي وتحارب معاه، وفي خلال يومين بس بتكبر وتبقى شبه النعامه. وناوفومي بيسميها فيلو، لكن بيجي مرسوم من الملك بتعيين موتيا السيد لقريه العود، واول اعماله انه هيفرض ضريبه على كل فرد في القريه. يلا يا اهل القريه افرحوا. ناوفومي قال سيد القريه تعرف ايه عنها؟ تعرف سعر الفندق؟ طب كام سعر الوجبه؟ انت حتى ما تعرفش اللي حصل فيها ساعه الموجه. بيوصل 3 متخفيين ومعاهم امر، ومين بتتحدى ناوفومي انه يقاتل موتياس، واللي يفوز هيكون سيد القريه. اهل القريه بيطلبوا منه يحارب عشانهم لانهم مش هيقدروا على الضرايب دي، والقتال هيكون سباق. بيبدا السباق، وبرغم كل الحيل والغش اللي مين حاولت تعملها بيقدر ناوفومي يفوز بالسباق وبيكون هو سيد القريه. بيقول لهم انا مش عاوز اكون سيد ولا حاجه، كل اللي انا عاوزه هي العربه اللي هناك دي، وزعيم القريه بيديله اشاره هتعفيه من الضرايب لدخول اي بلد. وناوفومي قال دلوقتي معايا فيلو وعربه، خلاص انا هبقى تاجر واجيب شويه فلوس. بيقفوا يستريحوا بالليل، لكن ناوفومي بيصحى وبيلاقي بنت نايمه جنبه اريانا مالت. ناوفومي بيعرف من تاجر العبيد ان لكل قطيع فيوليا ملكه بتقدر تحول وتغير شكلها لدرجه انها تصبح بشريه، وده شيء نادر جدا جدا، وكمان بتقدر تتكلم زي البشر. فبيروح لتاجر الاسلحه عشان يلاقي لها بدله ولا حاجه، لان لما تتحول لفيوليا اللبس بيتقطع من عليها. بيقول لهم انهم محتاجين لباس سحري من المتجر اللي جنبي. بيروح المتجر وتقول لهم معلش بقى انا عاوز خيط سحري من متجر السحر اللي جنبنا. بيروح لمتجر السحر، بتقول له آلة الخياطه محتاجه حجر سحري، وللاسف ده ناقص جدا في السوق وسعره كمان غالي. تحس انه في مصلحه حكوميه بيحدفوه من واحد للتاني. ناوفومي قال مش فارقه خلاص، خليك على شكل فيوليا لحد ما نتصرف. وبيكمل شغله في التجاره. بيقابل في طريقه واحد عاوز يوصل الدواء لوالدته، فبيقول له هوصلك بسرعه لكن لازم مقابل. ناوفومي بياخد فيلو والراجل ويطير على هناك في دقايق، وبيكتشف ان درع النباتات بيقدر يزود من جوده الادويه ويخلي مفعولها افضل، فبيشرب الست الدواء واللي بيعمل مفعول السحر ويعالجها. وبياخد المقابل من الراجل شويه جزر وبطاطس ومش عارف ايه اللي ورا ده، تحسه انه شحات. ناوفومي جات له فكره فبدا يعالج الناس باستخدام درع النباتات، وفي وقت فراغه بيشتغل تاكسي ويوصلهم مكان ما هم عاوزين. وفي يوم بيصادف تاجر بيوصله معاه بضاعته، والتاجر بيقول مش مصدق ان راكب مع المنقذ صاحب الطائر الاسطوري. ناوفومي بيقول له مين ده؟ بيقول له انت بقيت مشهور جدا في البلد بعلاجك للناس. لكن رفتاليا بتقول له في مشكله، عصابه كامله سد الطريق وعاوزه تخطف التاجر بالبضاعه اللي معاه. رفتاليا بتستخدم احدث تعويذه عندها وهي الاختفاء، وفيلو بيساعدها وبيقبضوا على كل العصابه بتقول له مش انت بطل الدرع؟ كويس، لما تسلمنا للشرطه هنقول ان بطل الدرع المتوحش هاجمنا واحنا ماشيين في امان الله، ونشوف هيصدقوا مين. ناوفومي قال لهم والله عندكم حق، اكيد هيصدقوكم انتوا، عشان كده هقتلكم دلوقتي ومحدش هيلاقي جثتكم. بيخافوا ويطلبوا منه السماح باي طريقه، وبيدوا كل اللي عندهم في مقابل انه يسيبهم ويمشوا. والتاجر قال له انت عجبتني، ومقابل مساعدتك ليا هديك معلومات. بيعرفوا الفرق بين المجوهرات وكمان ازاي يصنعها، وبقت شغلانه جديده ليه. وعرفوا على التجار اللي بداوا يزودوه بالمعلومات عن بقيه الابطال. فموتياس انقذ قريه من المجاعه عن طريق توفير محصول اسطوري، ورين قدر يقتل تنين اسطوري وانقذ العالم من شروره. وبطل القوس المعلومات عنه غير واضحه، لكن في اشاعه انه بيساعد المقاومه والثورات في الشمال ضد الملك. وفي اخر لقاء مع التاجر اداله جواب توصيه والمكان اللي يقدر فيه يلاقي حجر صنع الملابس السحريه الفيلو. فبياخد معاه الساحره ويوصلوا الكهف، والساحره بتقول له ده كان مركز لخيميائي شرير وكان مشهور جدا. بيدخلوا ويلاقوا صندوق فارغ، يعني في حد جه هنا وسرقه. بيكملوا طريقهم لكنهم بيسمعوا اصوات خوفهم. ناوفومي بيسمع صوت رفتاليا وهي بتقول له مش عاوزه اكون عبد عندك وحسيبك. وفيلو بتسمع صوت ناوفومي وهو بيقول حبيبك في اقرب وقت. فعلى طول الساحره بتشيل تاثير السحر وبيهاجموا الوحوش ويقضوا عليهم. وبيدخلوا يلاقوا الحجر، لكن كان قدامه نوي وحش على شكل اسد وديله بشكل التعبان. رفتاليا وفيلو بيهاجموه بس بيقعوا،
ناوفومي بيحاول يثبته، فبسرعه فيلو بيدي الوحش بالرجل في وشه وبيسحب ناوفومي بعيد قبل ما الوحش يخرج موجه كهربيه حواليه. رافتاليا بتختفي وتحاول تيجي من وراه، لكنه برضه بيهاجمها لانه قادر يسمعها. فعلى طول ناوفومي بيخرج درع الصوت وفيلو بيصرخ في صرخه بتخلي ودن الوحش تنفجر، والكل بيهاجمه في نفس الوقت وبيقدروا يهزموه. بياخد الاحجار اللي هم عاوزينها وبيعملوا منها خيوط القماش، واخيرا بيصنعوا الفيلو فستان يليق بيها. التاجر بيكلفهم مهمه توصيل مبيدات اعشاب للجنوب لان في قريه عاوزه كميات ضخمه منها. بيروح على هناك وفي الطريق بيلاقي جذور النباتات مغطيه المكان بالكامل. بيدخلوا مدينه والزعيم بيقول له النباتات هتدمر المدينه قريب. ناوفومي قال له طب ما تحرقها يا عم. قال له جربنا كل حاجه، ده حتى جبنا مغامرين عشان يخلصونا منها وبرضه فشلوا، ومن ساعتها مش لاقيينهم. فيلو بيجري بسرعه للنباتات وبيقدر يرجع المغامرين وينقذهم. ساعتها اهل القريه بيبصوا له باستغراب ويقولوا له انت المنقذ صاحب الطير الاسطوري، ارجوك ساعدنا عالج مرضانا اللي على وشك الموت. جذور النبات بتنهش اجسامهم وحالتهم بتسوء اكتر واكتر. ناوفومي بيجرب يعالجهم وبيقدر فعلا وبيعالج كل المرضى. بيقول لرافتاليا جهزي نفسك عشان نمشي بعد ما نعالجهم، بس زعيم القريه بيوقفه ويقول له ارجوك ساعدنا واقضي على النباتات. بطل الرمح موتياس وصل قريتنا وحاول يساعدنا في المجاعه، فقدم لنا بذره معجزه بتدي محاصيل لا نهائيه. ناوفومي قال له بذره؟ هي دي البذره اللي اتسرقت من كهف الساحر. قال يبقى اكيد الشيطانه مين هي اللي قالت له على الفكره اللي زي الزفت دي. اهل القريه قالوا له في الاول فرحنا بالثمار والنباتات، بس بعد كده حولت حياتنا لكابوس، وكان عندنا اسطوره ان في خيميائي صنع البذره وخاف على العالم منها فخباها في مكان ومحدش سمع عنها. ناوفومي قال يعني انتوا كنتوا عارفين الاسطوره وبرضه قبلتوا بالبذره، كل ده عشان انتوا طماعين. قالوا له هندفع مقابل العلاج وكمان القضاء على النباتات، فارجوك انقذنا. ناوفومي قال ما دام فيها فلوس يبقى انا معاكم، انا كلب فلوس اساسا، يلا بينا يا اولاد نقتل النباتات. بيروحوا يحاربوا مركز النباتات وكل محاولاتهم بتفشل، فبتجيلهم فكرة المبيدات. ناوفومي بيرمي مبيدات على المركز وبيقدر اخيرا يدمرها بالكامل. بياخد كل البذور اللي خرجت من النبتة وباستخدام درع النباتات بيعدل عليهم شوية، بيقلل قدرتهم على التكاثر والتحول مع الحفاظ على انتاج الثمار. زعيم القرية قال له الف شكر انك انقذت القرية وقدمت لنا خدمة هنشكرك عليها طول العمر. ناوفومي قال له خدمة؟ مين اللي قال اني عامل خدمة؟ هات فلوس يا عمنا. بيقول له والله ما معانا، فبياخد منه محاصيل بدلها وكمان كتير من البذور وبيروح يبيعهم للتاجر، ومن بعدها بيكمل رحلته. في الطريق بيلاقوا ناس قاعده بيقولوا لهم هتموتوا لو كملتوا الطريق، انتهى امر القريه والوباء نال منها. ناوفومي بيكمل على هناك، واول ما الناس بتشوفه هو والطائر بيفرحوا لانه اخيرا حد هينقذهم. بيدخل الطبيب اللي بيقول له انا عاوز اشتري ادويه منك بس غالبا مش هتكفي المرضى. بيدخل ويقدم الدواء للمرضى الواحد ورا التاني وبيعالجهم. بياخد فلوس الدواء ويقول له انا كل اللي عملته اني عالجت الاعراض لكن لسه المرض موجود. هو ايه السبب اساسا؟ قالوا له السبب هي الرياح القادمه من الجبل. من شهر كان في تنين عايش على الجبل، قتلوا بطل السيف لكنه ساب الجثه، وكتير من المغامرين وصلوا القريه عشان ياخدوا بقايا الجثه ويبيعوها، لكننا لاحظنا اصابتهم بالمرض واحد ورا التاني وده نتيجه لتعفن لحم التنين. ناوفومي بيقول لرافتاليا جهزي نفسك هنروح نتخلص من بقايا التنين، وبيقول للدكتور جهز فلوسك على مرجع. بياخد العربه وينطلقوا على الجبل، بيلاقوا قدامهم قطيع من الوحوش، ففيلو زي الطور نطحهم وبعدهم عن الطريق ووصلوا قدام الجثه. ناوفومي ورافتاليا بيجهزوا نفسهم لتدمير الجثه، وفيلو بياكل طماطم لكن التنين بيبدا يتحرك يتحول لتنين زومبي. فيلو بيهاجمه لكن التنين بياكله وبيموت والدم بيطير في كل مكان. ناوفومي بيقول هيحصل تاني، كل حاجه هتتسحب مني تاني، فبيغضب وفجاه بيظهر قدامه درع اللعنه. التنين بيهاجمه لكنه بيرفع رجله بكل سهوله، بيرمي رجل التنين وبيحول درعه للنار، وكل اللي بيفكر فيه هو الانتقام من الملك اللي ظلمه ومن مين اللي اتهمته بالظلم. لكنه بيسمع صوت، بيبص جنبه ويلاقي رافتاليا مصابه بالنار بتاعته، بيحاول يعالجها لكنه بيفشل، وفجاه التنين بيتألم ويسقط وبطنه بتنفجر وبيخرج منه فيلو. بيقولوا له مش التنين قتلك والدم طار؟ قال لهم لا ده كان عصير طماطم عادي. كمان وانا جوه بطن التنين لقيت بلوره ارجوانيه غالبا هي دي سبب تحوله لزومبي، فقالوا له فين هي؟ قال لهم كلتها الحمد لله. وبعد كده بيطلعها، فبيخلصوا على الجثه ويرجعوا القريه. ناوفومي بياخد قطعه من البلوره ويحطها في الدرع ويكتسب درع لعنه التنين. الدكتور بيديله فلوسه
فبيقول له مش عاوزها وارجوك عالج رافتاليا. الدكتور بيقول له انا عملت كل اللي اقدر عليه، بس هي مصابه بلعنه وانا دكتور على قد حالي ما عنديش امكانيات لده، فلو عاوز تعالجها هتحتاج ميه مقدسه من الكنيسه. فناوفيمي بيقرر يرجع العاصمه عشان يروح الكنيسه. وفي الصباح بيلاقوا تجمع لفيوليا في وسطهم بنت. اول ما تشوف فيلو بتقول فيوليا ضخم وكمان بتتكلم وبتديها حته لحمه، ودي زي العبيطه بتمشي وراها. بتعرفهم بنفسها ان اسمها ميلي. فناوفيمي بيسيب فيلو شويه معاها وبيروح يكمل علاج في المرضى. فيلو بترجع ومعاها ميلي اللي بتقول لهم عاوز ارجع معاكم، انا كنت مع الحرس بتوعي لكني انشغلت بالفيوليا وانفصلت عنهم، سمعت انك راجع العاصمه فخدني معاك. ناوفيمي بيقول في سره شكلها بنت امير او نبيل فاكيد هيدينا مقابل. بيودعوا الدكتور واهل القريه ويتوجهوا للعاصمه، والطريق بيستغرق يومين واللي فيهم ميلي كانت بتلعب مع فيلو لحد ما يوصلوا العاصمه. فيلو بتروح توصل ميلي لبيتها، وناوفيمي بيروح مع رافتاليا الكنيسه. بيطلب ماء مقدس من رئيس الكنيسه، بيقول له سعرها قطعه ذهبيه. قال لهم ماشي مش خساره في رافتاليا. بيجيبوا له الميه، بيقول لهم هي دي اللي بقطعه ذهبيه. رئيس الكنيسه بيبص للراهبه ويقول لها جبت ليه الجوده المنخفضه؟ قالت له ده هو بطل الدرع. قال لها عيب يا بنتي، روحي جيب الجوده العاليه. وبتجيب الجوده العاليه وناوفيمي بياخده ويمشي. بيلاقي حارس بيناديهم فبيجري منه، لكن موتياس بيوقفه ويقول له انا لسه شايف العبده اللي معاك. ناوفيمي قال له قصدك مين؟ فيلو؟ قال له فيلو لازم تحررها دلوقتي وقول هقتلك. بيجي واحد من الحرس ويوقف القتال ويقول لموتياس ده مش مكان للقتال، هتدمر المدينه. ومين بتظهر وتقول انا بعلن عن قتال بين بطل الدرع وبطل الرمح. ناوفيمي قال يخرب بيت ام العبط اللي انتوا فيه. ميلي بتظهر وتوقف مين وتقول لها المدينه تحت سيطرتي، والا هقول لامي على اللي انت بتعمليه. ومين بيظهر عليها خوف. ميلي بتاخد ناوفيمي وتقول له انا ميلي الاميره الثانيه للبلاد والمرشحه الاولى لوراثه عرش الدوله. قال لها انت اختي مين وبنت الملك؟ خلاص غور من وشي، مش عاوز اعرف حد من العيله النكسه دي. ميلي بتخرج حزينه وتفتكر كلام امها ليها انها المسؤوله دلوقتي ولازم ترجع المملكه وتعاتب الملك على معاملته لبطل الدرع. بيدخل الجندي على بطل الدرع ومعاه كمان صحابه ويقولوا له احنا ابناء قريه العود ممتنين على اللي انت عملته عشاننا وعاوزين نكون جنود عندك ونحارب معاك في الموجه القادمه. ناوفيمي قال له موافق لكن بشرط واحد، لازم انت واصحابك تشتروا مني القلاده دي وسعرها 150 قطعه فضيه. لو جمعتوا الفلوس واشتريتوها قبل الموجه هوافق انكم تنضموا ليا. بيوافقوا ويروحوا يجمعوا الفلوس. ناوفيمي بيسال تاجر الاسلحه لانه دلوقتي شايف علامه جنب رافتاليا وفيلو. تاجر الاسلحه بيقول له دي الترقيه، ممكن ترقي جنودك لان مستوى 40 هو الحد الاقصى للمستوى، فلازم ترقيهم وده هيحصل عند الساعه الرمليه، وكمان هيقدروا يختاروا نوع الترقيه اللي هم عاوزينها. ناوفيمي بيسال رافتاليا ايه نوع الترقيه اللي انت عاوزاها؟ بتقول له اختار انت. قال لها لا، لما الموجات تنتهي هرجع لعالمي، عشان كده لازم تكوني قويه قبلها. رافتاليا بتتصدم، ناوفيمي ممكن يسيبني ويرجع للعالم بتاعه. بيروحوا الساعه الرمليه ويقولوا له الترقيه سعرها 15 قطعه ذهبيه، وكانت بتقولها بنظره شريره. ناوفيمي قال لها مفيش مشكله، رافتاليا هتخش الاول، احنا اغنياء والحمد لله. بتقاطعهم واحده وتقول له معلش بقى غلطنا، ما ينفعش تعمل ترقيه، لسه جاي امر من الملك بيمنعنا من اننا نساعد بطل الدرع ملك خنزير. ناوفيمي بيروح عند تاجر العبيد ويساله لو ممكن يرقيهم. قال له هو انا ساحر يا ابني؟ اكيد ما عنديش الكلام ده، ممكن تعملها عند ساعه رمليه تخص بلد تاني. ناوفيمي بيقول له هو في ساعه رمليه تانيه؟ التاجر بيقول له كتير، في بتاع 3 دول تانيين، لكني بنصحك بدوله اسمها شيلد فريدين، بلد لانصاف البشر وهم في العاده بيحبوا بطل الدرع. وكمان عندي حاجه ليك، بيدي الفيلو مخالب تنين تساعدها في القتال، وطبعا كان بفلوس. وبيكمل بعدها رحلته، بيروح لبلده في الشمال، بيوري الحارس شرط التاجر والحارس بيرفض فبيضطر يدفع ضرايب. بيدخل البلده الحزينه اللي باين ان الفساد متغلغل فيها. السكان بيوقفوه ويطلبوا منه طعام لكنهم معهمش فلوس ولا اي شيء. ناوفيمي قال لهم مش انتوا من سكان ميلو مارك؟ قالوا له لا، احنا لاجئين من الشمال، في مغامر وصل هنا وكون جيش مقاومه وبدا ثوره، والمغامر كان شايل قوس. ناوفيمي فاهم ان بطل القوس هو السبب وادى الناس الطعام اللي هم محتاجينه. بيرجع العاصمه ويجهز نفسه للموجه اللي هتوصل بعد 27 ساعه. بيدخل مقهى وبطل السيف والقوس بيكونوا قاعدين هناك. بطل القوس بيقول انه اطاح بطاغيه في الشمال، ولما راح النقابه ياخد المقابل لقى ان في واحد انتهت شخصيته وخد هو الفلوس. وبطل السيف برضه بيقول ان في حد سرق منه مهمته. بيروحوا لناوفيمي ويقولوا له انت اللي عملت كده صح؟ ناوفيمي بيقول له انت المغامر اللي ساعد الشمال، تعرف ان الناس ماتوا من الجوع وما تفضلش الا البعض منهم،
وانت التاني تعرف ان جثة التنين اللي انت قتلته سببت وباء وقتلت كتير من الناس. انا اتخلصت من الجثة عشان كده خدت المقابل. تعرفوا في كام واحد مات بسبب افعالكم؟ بطل القوس قال له انا مش مصدقك، بس ناوفمي سابه ومشى. بيروح لتاجر الاسلحه والجنود بيقولوا له جمعنا 150 قطعه فضيه. قال لهم القلاده اهي، الفلوس دي استخدموها واشتروا معدات تساعدكم في قتال الموجه، وانا موافق انكم تنضموا ليا. ناوفمي بيجهز جرعات علاجيه باعداد ضخمه وبيجهز نفسه لوصول الموجه الثانيه لحد ما تدق الساعه وتاتي الموجه الثانيه. ناوفمي وكل مساعدينه بيروحوا لمكان الموجه، وكالعاده بيروحوا لاقرب قريه لحمايه اهلها. بيلاقي هناك واحده بتحارب الوحوش، بيفتكرها هي دي اللي عالجها في اول طريقه للتجاره، كانت ممارسه للفنون القتاليه وساعدت ناوفمي وفرقته في هزيمه الوحوش. ناوفمي بيسيب الجنود في القريه وبياخد رافتاليا وفيلو ويروح على مركز الموجه واللي كان موجود فيها سفينه. بطل القوس بيحاول يسقطها من تحت والبقيه موجودين على سطح السفينه. ناوفمي بيطير على هناك وبيلاقي بطل السيف ومجموعته بيحاربوا قائد، وبطل الرمح ومجموعته بيحاربوا القائد الثاني، وتحولوا من محاربتهم لمحاربه بعض. ناوفمي قال لهم كفايه هبل، لازم نخلص الموجه الاول، لو ما خلصناش الموجه الوحوش هتفضل تهاجم القرى. بيلاحظ ظل القائد، فرافتاليا بتستخدم سحر الضوء، فكل الظلال بتخرج وتتحد في جسم واحد ويكونوا الوحش الاخير. كل بطل بيهاجمه بطريقته بس من غير اي تأثير، وهو بضربة واحدة بيسقطهم كلهم. بيحاول يهاجمهم من تاني بس فيلو بينزل فيه ضرب بحركات كونج فو باندا بيقلل من دمه صحيح، لكنه محتاج سنة ضرب فيه لحد ما يموت. فناوفمي بيقرر انه يستخدم درع اللعنة، هي دي الطريقة الوحيدة لهزيمة الوحش. بيستدعي الدرع وساعتها بيسمع صوت التنين وهو بيقول هتدفعوا الثمن، بطل السيف اللي يقتلني وانت اللي حولت عظمي لأداة تستخدمها، كلكم هتدفعوا الثمن. درع ناوفمي بيتحول لدرع تنين، وفي نفس الوقت فيلو هي كمان بتكسب قوة لانها كلت البلورة قبل كده. بيهاجم الوحش ويحرقه والابطال بيساعدوه في الهجوم، لكن برضه ما كانش لهم تأثير. ناوفمي درعه بيتطور وبيستدعي درع بيحبس الوحش جواه، بيغرس رماح في الوحش ومن بعدها بيظهر تمثال شبه غرف الاعدام بيبتلع الوحش جواه وبيقضي عليه، والابطال حواليه بيقولوا هاكر، والله العظيم هاكر، ده اكيد مش قوة بطل الدرع. بس لحد دلوقتي الموجة ما انتهتش، بيظهر وحش تاني وفجأة سهوم بتنزل من السما تقتله، وبتظهر واحدة بتقول مخيب للامال، هي دي قوة الابطال، في واحد فيكم بس يستحق لقب البطل، انا اسمي جلاس وانت اسمك ايه؟ قال لها ناوفمي. قالت ناوفمي جهز نفسك لان المعركة الحقيقية هتبدأ دلوقتي، وممكن تخلي الخدم اللي معاك يهاجموني. الابطال بيتعصبوا، بتقولي علينا خدم، وبيهاجموها بكل قوتهم، لكنها بضربة واحدة بتسقطهم كلهم. ناوفمي بيحبسها لكنها بتكسر الحبس. رافتاليا وفيلو بيهاجموها وبرضه بتصدهم، فما كانش قدامه غير انه يستدعي الدرع من تاني. بيهاجمها بالنار بس برضه من غير تأثير، بتهاجمه هي وبيقدر يصدها، فبيلجأ لآخر حل، بيستخدم نفس التقنية اللي عملها على الوحش لكنها برضه بتدمرها بكل سهولة. وساعتها بيلاقي في مؤقت ظهر، فما كانش قدامه الا الحل الاخير وهو الجري. خد نفسه والبقية وطلع يجري من قدامها، حاولت تهاجمه من بعيد لكنه صد الضربات لحد ما وقت الموجات انتهى واختفت. وناوفمي خرج من القتال وهو مش فاهم مين جلاس وازاي وصلت لهنا ولا ايه هي الموجات اساسا. بيجي جندي البطل الدرع ويقول له الملك عاوزك حالا. بيروح للقصر والملك كان بيشوف اللي بيحصل في المعركة ويقول لبطل الدرع احسنت، مجهودك في مواجهة الموجة كان ممتاز، قول لنا بقى ايه التقنيات اللي استخدمتها؟ ما هو اكيد بطل الدرع الحقير مش هيكون عنده القوة دي كلها، اتكلم واياك تكذب عليا. ناوفمي قال له اركع قدامي، في بلد اللي بيطلب حاجة لازم يركع عشان ياخدها. الملك بيقول له انت بتجرؤ تهني؟ والجنود بيحاصروا ناوفمي، بيقول لهم انا بقوتي اقدر اقتلكم كلكم في ثانية وانتوا عارفين، والجنود كلها بتخاف. ناوفمي بيلف عشان يمشي والملك بيقول له مش هسامحك على اللي انت عملته، هخلي عبيدك يدفعوا ثمن جرايمك. ناوفمي بيقول له لو لمست واحد من اتباعي هدخل القصر واقتلك وسط جنودك ومحدش هيقدر يوقفني. وبيمشي من قدام الملك، وقبل ما يسيب القصر واحدة بتوقفه وتقول له ادائك كان مبهر والكل بيعترف دلوقتي بقوتك ما عدا اشخاص بيحبوك من قدامك ومن وراك هيخونوك، وبتوريك لاده وبعدها بتسيبه وتمشي. ميلتي بتدخل لابوها، انا سمعت انك انت وبطل الدرع لسه شاتمين بعض من شويه، لو فضلت انت وهو على خلاف مش هنقدر نصد الموجات، لازم تصالحه. قال لها صالح الكلب ده؟ بتقول له انت ليه بتكرهه كده؟ قال لها لو سبته براحته هو واشباه البشر هخسر عيلتي من تاني. مين بتدخل وتقول والدنا هو الملك ولازم نسمع كلامه وافكاره كلها هي الصح. ميلتي بتقول لها مالكيش دعوه، انا والملك بنفكر في مصلحه البلد لان انا هي ورثه العرش. ناوفمي بعد الخناقه مع الملك اكيد مش هيخلوه يلمس الساعه الرمليه،
فقرر يسافر لبلدة أشباه البشر عشان يطور رفتاليا وفيلو. وصاحب محل الأسلحة بيدي رفتاليا سيف لمحاربة الأجسام الغير مادية، وفيلو بيديها قفاز بقوة 100 رجل وبيبدأوا رحلتهم. لكن ميلتي بتيجي مع الجنود بتوعها عشان يقنعوا بطل الدرع انه يرجع العاصمة ويصالح الملك. ناوفيمي قال لها مش عاوز من وشكم حاجة، لكن ناوفيمي بيحس ان في حاجة. نفس الشعور لما تم اتهامه ظلم من واحد من الجنود بيجري ويخرج سيفه ويهاجم ميلتي. ناوفيمي بيصد الضربة. الجندي بيقول له ازاي تجرؤ انك تاخد ميلتي رهينة، لازم نحرر الاميرة. وكل الجنود بتهاجمه وبيقدر يصد هجومهم، لكن كل اللي بيحصل كان بيتم تسجيله من كرة سحرية. وبعد ما كل حاجة اتسجلت تمام، الجنود كلها بتهرب وبترجع العاصمة. بيوروا الملك ان بنته بقت رهينة، وكمان بيفرجوا الشعب كله ان بطل الدرع الشيطان خد الاميرة بتاعتهم. وصدر امر باعتقال بطل الدرع ومساعدينه، وكل الجنود في كل القرى اتبلغوا بالامر ده، وبقى مستحيل على بطل الدرع دخول اي قرية. لكنه اكتشف بعد استجواب واحد من الجنود ان ورا الموضوع ده هو كنيسة الابطال الثلاثة، كنيسة بيتم فيها تقديس الابطال للرمح والسيف والقوس، وبيحتقروا فيها بطل الدرع، وهي دي الديانة الرسمية لدولة ميلو مارك. ناوفيمي بيقرر انه يسيب البلد وبياخد ميلتي معاه لحمايتها. بينتقلوا بين المدن ويستريحوا بالليل. بيسأل ميلتي عن والدتها، بتقول له احنا دولة فيمينيست، الملكة رتبتها اعلى من الملك. في الواقع الملكة هي من العيلة الملكية، والملك كان مواطن عادي لحد ما اتجوزها. لكن بيقطع عليهم الحوار، وصول جنود بتدور عليهم. بيبدأوا الحركة لكن الجنود بتوصل لهم، بيطاردوهم لحد ما يحاصروهم في نهاية الطريق. وبيظهر الابطال الثلاثة ويقولوا ناوفيمي مسلم الاميرة. قال لهم هو انا ماسكها، لو عاوزة تروح معاكم تروح. بتقول لهم انا بخير وبطل الدرع كان بيحميني. في مؤامرة بتحصل والملكة قالت لي اننا لازم نتعاون مع بعض عشان نهزمها. مين بتقول محدش يصدق. بطل الدرع عنده درع بيخليه يغسل العقول وبيسيطر على اي حد، وكل الكلام اللي ميلتي بتقوله هو كلام بطل الدرع. بطل الدرع سمى نفسه بصاحب الطير الاسطوري، وبدأ في السفر وغسل عقول الناس عشان يساعدوه. رفتاليا بتقول هو مين اللي هيصدق الهبل ده؟ فاللهبل بطل السيف بيرد عليها ويقول مفيش حاجة بتنفي الكلام ده، ممكن يكون حقيقة فعلا. سلم الاميره لينا. ميلتي بتمسك في ناوفيمي وتقول له هموت لو رجعت. ناوفيمي قال ما اقدرش اضمن ميلتي مع مين ابدا، خطتك انك تقتليها عشان تورثي العرش. انا وعدت ميلتي ان احميها وهنفذ وعدي. فيلو بيتحول وبياخد الكل ويهربوا من قدام الجنود. موتياس بيحدف على فيلو سلسله بتلغي تحولها ويرجعها الانسان، والكل بيسقط على الارض. مين بتهاجمهم بسحر النار وناوفيمي بيصدهم، وبطل السيف والقوس مستغربين هي بتحاول تقتل ميلتي فعلا. ناوفيمي بيستدعي درع اللعنه وبيصد هجمات كل الجنود، وبعدها بيفجر الطريق بينه وبين الجنود ويقول لبطل السيف انا عارف انك هتقدر تكشف حقيقة القلادة دي. وبياخد اتباعه يهربوا. بتظهر المقنعة وتقول لهم انا شغالة تحت امر الملكة، وهي بتطلب منكم تقابلوها في بلدة وهتكون مستنياكم هناك. لكن في اثناء ده مين بتؤمر الجنود انهم يحرقوا الغابة بالكامل عشان تجبر بطل الدرع انه يخرج من الغابة، وكمان بتنشر خبر ان بطل الدرع هو اللي حرق الغابة. وفي طريقهم بيعدوا على قرية. ميلتي بتقول انها تعرف نبيل ممكن يساعدهم، كان واحد من المساعدين قائد بيحكم منطقة سيايتو، وكان بيعامل البشر واشباه البشر بالتساوي، لكنه مات في الموجة الاولى. وبعدها الملك رحل اغلب مساعدينه لمناطق بعيدة. رفتاليا بتقول قريتي كانت في منطقة سيايتو، وبعد الموجة الاولى جنود المملكة دخلوا القرية وبدأوا في قتل اشباه البشر بكل وحشية. ميلتي قالت بعد الازمة لازم كل واحد ياخد جزاؤه، وعاوزاكي تقوليلي على شكل الجنود دول. لكن بيظهر من وراهم واحد. ميلتي بتقول راينهارت ما شفتكش من زمان، هو ده النبيل اللي كنت بقول لكم عليه. وبياخدهم معاه القصر بتاعه ويقدم لهم اكل. ناوفيمي بيرفض ياكل، فالراجل بياكل معاهم ويقول له ما تخافش مش هقدم لك اكل مسمم. بيقضوا في القصر يومين استراحه، لكن الخادمه بتدخل عليهم وتقول لهم جنود المملكه وصلوا. نبيل من البلده المجاوره اتهمنا باخفاء بطل الدرع ولازم تهرب. بيتخبيهم في المطبخ، والجنود بيدخلوا يفتشوا القصر لحد ما يوصلوا المطبخ. فميلتي بتخرج عشان تشغل الجنود، وبيظهر النبيل واللي اسمه ادول بيسالها فين بطل الدرع. بتقول له سابني هنا وهرب، عشان كده خد جنودك وامشي من هنا، وانا عاوزك تاخدني عشان اقابل الملك. بياخدها الجنود ويمشوا من المكان، بس ناوفيمي بيقرر انه يرجع ميلتي ويحميها. بيروح للبلده المجاوره، ورفتاليا بتفتكر كل حاجه، اقفاص العبوديه اللي كانت موجوده فيها، والنبيل اللي كان بيشرف على تعذيبهم. في نفس الوقت اشباه البشر خرجوا في مظاهره عشان يعرفوا مصير النبيل راينهارت. وفي القصر ادول بيسال ميلتي عن بطل الدرع، فبتقول له ما انا قلت لك ما اعرفش مكانه. بيجيب راينهارت ويبدا يعزف فيه عشان يعترف، وبعدها بيتوجه لميلتي. في نفس اللحظه ناوفيمي وفرقته بيقتحموا القصر ويوصلوا لميلتي.
بيلزقوا النبيل في الحيطه، فبيخرج الكرباج ورفتاليا بتقرب منه، بينزل ضرب فيها فبتطير الكرباج من ايده وتقول له كتير من اشباه البشر توصلوا لحياتهم منك وانت ما رحمتهمش، لكني مش هبقى زيك ومش هقتلك. النبيل بيتعصب ويقول لها اشباه البشر مالهمش حق يتكلموا، بيزق رفتاليا لكنه بيتكابل في الكرباج اللي على الارض ويقع من فوق المبنى. رفتاليا بتاخدهم لسجن مخفي تحت الارض كانت موجوده فيه زمان، بيدخلوا يلاقوا السجون فاضيه. بتفتكر ادول لما كان بيعذبها هي وزميلتها في السجن لحد ما واحد من الحراس خدها وباعها لتاجر العبيد. بتروح الزنزانة تشوف صاحبتها وبتلاقيها هيكل عظمي ميت. بتفتش في باقي السجن وبتلاقي زنزانة فيها صديقة قديمة لرفتاليا واللي ما كانتش مصدقة ان اللي قدامها هي رفتاليا فعلا. بتقدر تنقذ 2 كمان من اشباه البشر وبيخرجوا بره السجن وبيطلعوا السطح، لكن ادول بيطلع عايش بيستخدم تعويذة ويبطل الختم عن ديناصور تم ختمه من الابطال المقدسين القدامى. واول ما خرج داس على ادول وقتله وبدا يدمر في القصر، وفي اي لحظة ممكن يهاجم اشباه البشر اللي عاملين مظاهرة. فبطل الدرع بياخد فرقته ويجذبوا الديناصور معاهم لبره المدينة لحد ما يوصلوا عند بركة مية. الكل بيجهز نفسه ويهاجموا الديناصور بكل ما يملكه من قوة، لكن ده ما اثرش خالص في الديناصور. فناوفمي من تاني قرر يستخدم درع اللعنة لكنه بيسمع صوت بيقول له اياك، والضباب بيحيط المكان. مئات من الفيوليا بيخرجوا من وسط الشجر، ومن وسط البركة بتخرج ملكة فيوليا عملاقة الحجم بترزع الديناصور رجل بترميه لورا، وبعدها بتعمل حركة ساموراي بتشرح جسمه وتقتله. وبطل الدرع واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل. بتاخد الكريستالة من جسم الديناصور وتبص لناوفمي وتقول له انت بطل الدرع وانا ملكة الفيوليا. بتحول شكلها وترجع للشكل البشري وتقول له اسمي فيتوريا. ميلتي بتقول لهم انا سمعت عنها في قصة ان واحد من الابطال اشترى فيوليا ورباها واصبحت فيوليا اسطورية، ومن بعدها بقت هي ملكة الفيوليا، لكن ده كان من فترة بعيدة جدا. ناوفمي بيروح ياخد مكونات الديناصور. فيتوريا بتقول له لا، المفروض ما تستخدمش القوة الملعونة لانها هتدمرك في اقرب وقت. ناوفمي قال لها انا قادر اسيطر عليها وما عنديش حل تاني الا هي، وبيروح ياخد بقايا وبيكتسب درع جديد. وبعدها فيتوريا بتنقلهم للمكان اللي بتعيش فيه، بقايا اثار قديمة، مكان مقدس للفيوليا وهي بتحميها. بيجهزوا الاكل والكل بياكل وينام ما عدا فيتوريا وناوفمي اللي بيسالها هي ليه فيلو بتنمو اسرع من باقي الفيوليا. بتقول له معروفة لان البطل هو اللي بيربيها وهي دلوقتي المرشحة عشان تكون ملكة الفيوليا من بعدي. فهي بتسأله ليه انت مش مع باقي الابطال، ليه مش بتواجهوا الموجات في كل الدول؟ ناوفمي قال لها كل الدول؟ بتقول له الموجات موجودة في كل الدول، المفروض كل دولة يكون معاها بطل مقدس، لكن دولة ميلومارك استدعت الاربع ابطال لوحدها عشان يدافعوا عنها. بتقول له انا مهمتي هي حماية العالم، لكني برضو محتاجة المساعدة من الابطال، ولو ما اتصالحتش مع باقي الابطال فلازم اقتلكم كلكم عشان يتم استدعاء ابطال تانيين يحموا العالم. وفي نفس الوقت بطل السهم والسيف بيدخلوا مكتبة الكنيسة عشان يدوروا على السر اللي ورا الكنيسة واللي اتكلم عنه ناوفمي، لكن مين بتشوفهم وهم داخلين المكتبة. وفي الصباح فيتوريا بتحبس ميلتي وتقول لناوفمي لازم تتصالح مع الابطال. قال لها ارفض، مش انا الغلطان عشان اصالحهم. فبتقول له يبقى لازم تثبت لي انك انت ومجموعتك اقوياء كفايه عشان تواجهوا الموجات لوحدكم. لو فيلو فازت عليا حاسبكم، بس لو خسرت هقتل كل الابطال. بتعمل حاجز عشان تمنع اي تدخل من بره، وبيبداوا القتال في الهيئه البشريه. فيلو بتحاول تهاجمها لكنها بتتفادى الضربات بكل سهوله، وبتيجي من وراها بتديها كف مخبرين بترزعها في الارض. ناوفمي بيجي في السر كده من ورا عشان يحرر ميلتي، لكنها برضه بتهاجمه وتلزقه في الحيطه. فيلو بتعرف انها لازم تستخدم كل قوتها في هجمه، بتجمع كل قوتها وبتستخدم القفاز اللي اخدته من التاجر واللي بيزود قوتها، وبتقدر تسيب فيتوريا مره واحده بس، وده كان كفايه ليها انها تعترف بفوز فيلو. بتحرر ميلتي وتفتح دروع جديده لبطل الدرع، وبيقضوا هناك يومين. وفي الليل فيتوريا بتقول لناوفمي لازم تصالحهم، لو واحد منكم مات هيبقى مستحيل هزيمه الموجات، لازم كلكم تتعاونوا عشان تنقذوا العالم. وبتعالج شويه من درع اللعنه عشان يقدر يستخدمه بحريه ومن غير خوف. فبيقرر انه يسمع كلامها ويروح يصالح الابطال. وفي نفس الوقت بطل السيف والقوس بيوصلوا لمكان يشبه الاثار، مخفي جواه سلاح اسطوري. بيدخلوا يدوروا عليه بس بيلاقوا المكان فاضي. فجأة هجوم بيجي لهم من السماء بيفجر الاثار باللي فيها، وبيختفي بطل السهم والسيف. فيتوريا بتاخد ناوفمي لاقرب بطل موجود، وسبحان الله بيطلع بطل الرمح موتياس. بياخد العربة ويروح يقابله ويقول له
دعنا نترك خلافات الامس، احنا ولاد النهارده ولازم نتصالح. موتياس بيقول له وجاي لك وش تيجي لهنا وبيهاجمه، بيقول له يا ابني انا جاي اصالحك، وموتياس مش سامع وعمال يهاجم ناوفومي. ناوفومي بيقول له ايه اللي معصبك؟ انا عملت ايه؟ قال له عملت ايه؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ قتلك لبطل السيف والقوس مش حاجه بالنسبه لك؟ ناوفومي بيقول له رين واتسكي ماتوا ازاي؟ استنى بس، انت شفت الجثث بعينيك؟ موتياس قال له لا. ناوفومي قال له في مؤامره بتحصل، هم عاوزين كل الابطال يموتوا. مين بتقول رين واتسكي ماتوا؟ واللي بلغنا كان مخبر ثقه وقال ان انت اللي قتلتهم. موتياس بيهاجم ناوفومي وبرضه بيصده، فكل فريقه بيجمعوا هجماتهم على رمح موتياس وبيهاجم ناوفومي. في لحظتها فرقه ناوفومي بتتدخل وبيسقطوا كل افراد فرقه موتياس، لكن فيلو بتحس بحاجه، بتروح لفرقه موتياس وتديهم بالرجل، بتجمعهم وتقول لناوفومي بسرعه اعمل حاجز بسرعه، لازم تعمل حاجز يحمينا. بيحوطهم بدرع، بتقول له اعمل دروع اكتر، فبيعمل درعين كمان. وفجاه هجوم من السماء بينزل بيكسر الدرعين ومن بعدها الكوره، وبيقدر ناوفومي بالعافيه انه يصد الهجوم. وبيظهر راس الافعى بابا الكنيسه ومعاه كل الخدم والمؤمنين بالكنيسه، بيقول لهم جه الوقت اللي هيتم فيه عقابكم على جرايمكم، العائله المالكه اللي بتستغل الناس عشان تنفذ خططها، وبطل الرمح اللي حرر نبات قتل كتير من الناس، وبطل السيف اللي قتل تنين وسمم اهل القريه بالكامل، والقوس اللي عمل ثوره وادت لمجاعه وسط السكان. كل دول هيتعاقبوا، ودلوقتي شيطان الدرع هيموت ومن بعده بطل الرمح، ونقول للناس ان بطل الدرع قتل بطل الرمح زي ما قتل قبله بطل السيف والقوس، وكل الناس هتصدق بسهوله، وكلكم هتموتوا بالسيف ده بيهاجمهم بيه. بس بطل الدرع بيقف قدامه ويصد الهجوم وهو مستغرب ايه القوه دي. ميلتي بتندهش اول ما تشوف السيف وتقول لهم السيف ده نسخه مطابقه من الاسلحه المقدسه. في الماضي حاولوا ينسخوا اسلحه الابطال المقدسه ويجمعوهم في شكل سلاح واحد ممكن يغير شكله، لكن السلاح ده اختفى من فتره طويله، وكان ليه نقطه ضعف وهي الطاقه اللي بياخدها من الناس، لدرجه ان بعضهم ممكن يموت من نقص الطاقه. البابا بيقول مظبوط، والطاقه هيوفرها كل المؤمنين الموجودين هنا عشان نخلص العالم من الابطال ونجيب ابطال جداد على نظافه. بطل الرمح بيهاجمه بس البابا بيصدها من غير حتى ما يتحرك. البابا قال دوري عشان ارد عليكم الهجوم. ساعتها بيجي له هجوم بيجبره انه يعمل حاجز ويصده، وبيظهر بطل السيف والقوس بينزلوا هجوم في البابا، لكن الحاجز اللي قدامه صد كل الهجوم. موتياس بيقول ازاي انتوا هنا؟ ازاي مش انتوا ميتين؟ رين قال لا، احنا كنا شاكين في الكنيسه فدخلنا دورنا ولقينا ملف عن سلاح اسطوري مخفي، رحنا دورنا عليه وساعتها جالنا هجوم من السماء، وبالكاد قدرنا نتفادى الهجوم، وده كان بمساعده فريق من المقنعين بيخدموا الملكه، وجينا هنا عشان نساعدكم، وجالنا معلومه ان جيش الملكه هيجي ورانا. رين بيقول لازم نتعاون عشان نهزم البابا، وناوفومي قاعد مع فرقته بيخطط للهجوم. رين بيقول له خلي بالك احنا محتاجينك. ناوفومي قال له لا مش هتعامل معاكم، انا هشتغل لوحدي. موتياس قال له ازاي تشتغل لوحدك؟ لازم تساعدنا. قال له انا عمري ما شفت بجح زيك، انت لسه من شويه محاربني واتهمتني اني قتلت رين واتسكي، وكمان ماشي ورا واحده وبتنفذ لها كل اوامرها. رين واتسكي قالوا عندك حق وموتياس غلطان. قال لهم وانتم كمان غلطانين. رين بيحسب نفسه في لعبه هيقتل الوحش ويختفي، لكن ده سبب في تسمم قريه كامله، واتسكي عامل فيها ثوري وده سبب مجاعات في القرى. انا بتفق مع البابا ان الابطال سبب في معاناه الناس، وعشان كده الناس بدات تفقد الثقه فيكم وتكرهكم، لكن مع كده انا لازم اساعدكم عشان نحاربه وبعد كده تحسنوا من نفسكم. البابا بيهاجمهم وناوفومي بيصد الهجوم. البابا قال هتوحدوا قوتكم، يبقى كده ما قداميش حل غير اني استعملها، وساعتها بيستخدم تقنيه بيغطي المكان بالكامل بحاجز بيشبه جدران الكنيسه. الكل بيتعاونوا ويهاجموا مع بعض وده بيخليه يتراجع شويه، بس السلاح بيتشحن ويرجع زي الاول. ناوفومي بيخلي موتياس يهاجمه، فالدرع بتاعه بيخرج نار ويهاجم بيه البابا وبرضه مش بيأثر فيه. البابا بيأمر كل اتباعه يخرجوا طاقتهم ويديها له، وبدأوا يسقطوا من التعب، وفجأة بيغير من شكل المكان وتبدأ تجيلهم هجمات من كل مكان، وهو نفسه بيجهز لهجوم يقضي عليهم كلهم، لكن الكل بيسمع طبول، وفجأة البابا بيتجمد مكانه وبتظهر الملكة مع جيشها. ناوفومي بيظهر قدامه هجوم جديد من درع اللعنة، بيجمع قوته ويهاجم البابا بس مش بيحصل حاجة. فجأة جسم ناوفومي بيتفجر والدم بيخرج منه من كل مكان، ومن تحت البابا بيظهر تنين بيرفعه لفوق بيكسر السيف اللي معاه، ومن بعدها بيطحنه بين فكه ودمه بيغرق المكان، بس ناوفومي بيسقط على الارض من فقد الدماء. الملكة بتظهر وتقول مش هسمح لبطل الدرع انه يموت، وبتؤمر جنودها ياخدوه ويودوه المستشفى الملكية، وبيتقبض على جميع اتباع كنيسة الابطال الثلاثة. ناوفومي بيصحى بعد شهر كامل من الغيبوبة وكانت جراحه كلها اتعالجت. بيروح ويقابل الملكة اللي بتقول له على القصة انها كانت في اجتماع مع سفراء الدول عشان يتفقوا على خطة لمواجهة الموجات، لكن الملك ومين استغلوا الوضع واستدعوا الابطال الاربعة مرة واحدة، وده سبب ازمة بين الدول، فاضطريت انتقل بين الدول عشان اهدي الاوضاع. كنت عارفة ان في حد لازم يسيطر على الملك فسبت
وجبت لهم ممثل ليا يهديهم، لكنه للاسف مات في الموجه الاولى من الموجات، وكان رئيس مقاطعه سيايتو واللي فيها قريه رافتاليا. وانت كمان حظك فقر، جيت في مملكه ميلو مارك واللي فيها الكنيسه اللي بتكره بطل الدرع. استغلت الملك اللي برضه كان بيكره بطل الدرع القديم، وعشان كده كان بيظلمك. لو كان تم استدعائك في دوله اشباه البشر كانوا هيقدسوك هناك، ومكافاه ليك هتاخد 500 قطعه ذهبيه، ولازم تحضر بكره الاجتماع وهرجع لك حقك. ناوفومي بيرجع اوضته مع فرقته، وفي الصباح بيتم استدعائه مع فرقته. بيروحوا يلاقوا الابطال مستنيينهم، بيدخلوا ويقابلوا الملكه اللي بتقول لهم هيبدا حدث مهم دلوقتي. بيتم نصب شاشات في جميع انحاء المملكه بتبث كل الاحداث اللي بتحصل داخل القصر، وبيتفتح الباب وبيدخل الملك ومين وهم مقيدين بالاغلال. موتياس بيقول ايه اللي بيحصل؟ الملكه بتقول ملك ميلو مارك والاميره مين متهمين بخيانه المملكه والتعاون مع كنيسه الابطال الثلاثه، وهتتم محاكمتهم حالا. بتجيب علامه العبوديه وترسمها على مين عشان تمنعها من الكذب، وتبدا تسالها هل انت كنت بتساعد الكنيسه؟ مين بتقول لها لا، وساعتها الكهرباء بتسرف جسمها. مين بتقول لها انا ما كنتش عارفه باللي هيحصل، اكيد ما كنتش هقتل موتياس او بطل السيف والقوس، وكلامها كان صدق. الملكه بتسالها هل كنت عاوزه تقتلي اختك ميلتي؟ قالت استحاله، دي اختي العزيزه، والكهرباء بتمسكها. بتبدا تسال الملك، بيقول لها المملكه كانت محتاجه الابطال كلهم، وانا عملت كده لمصلحه المملكه، وكنت عاوز بطل الدرع يموت لان هو شيطان في جسم انسان ولازم نتخلص منه، ده حتى حاول يعتدي على بنتي. الملكه بتسال مين هل ناوفومي يحاول يعتدي عليكي؟ مين بتقول لها اه طبعا، وساعتها ضربه كهربائيه بتنزل عليها بترقدها على الارض، وبيبان لكل الناس التهمه الباطله اللي تم اتهام بطل الدرع بيها، والمحاكمه بتكمل ومين عماله تتكهرب. بتخلص المحاكمه والملكه بتعلن ان الملك ومين مذنبين، بيتم تجريدهم من كل مناصبهم الملكيه والحكم عليهم بالاعدام، واللي هيتنفذ في الحال. الحلبه بتتملى بالناس وبيتم نصب المشانق في وسطها، وكل الناس بتهتف ضد الملك ومين وبيطالبوا باعدامهم. مين بتطلب المساعده من موتياس لكنه بيلف وشه ويعمل نفسه مش شايف حاجه، وناوفومي واقف بيقول هو ده اللي انا عاوزه؟ هل ده فعلا الانتقام اللي كنت بحلم بيه؟ بيتم وضع المشانق على راسهم، والملكه بتجهز نفسها لاعطاء الامر وهي متردده وايديها بتترعش. مين بتبص لناوفومي وتناديه بالاسم وتطلب منه يسامحها. ناوفومي بينزل ويقول للجمهور علامه العبد ما اشتغلتش، هي فعلا كانت صادقه في طلب المساعده. شفتوا بجاح اكتر من كده؟ فاكيد الاعدام مش كفايه ليها، ايه رايكم نسيبهم؟ لكن الملك اسمه الجديد هيكون قمامه، والاميره هيكون اسمها عاهره. الملكه بتعلن ان هي دي اسمائهم الجديده، وبيتم سحب امر الاعدام والغاء كنيسه الابطال الثلاثه واستبدالها بكنيسه الابطال الاربعه. الملكه بتقول لميلتي انا كنت هطلب من ناوفومي ياخد حياتي مقابل انه يعفو عن الملك ومين، اكيد هو عرف عشان كده سامحهم. ناوفومي بيمشي بس الابطال بيوقفوه ويقولوا له البوفيه هيفتح تعالى ناكل، بيقول لهم يا ولاد الطفصه. والملكه بعدها بتظهر وتعزمه على الوليمه. ناوفومي بيقول لهم مش هحضر الوليمه. الملكه بتقول له برضه مش هتساعد دولتنا. ناوفومي قال هساعدها وهساعد كمان كل الدول اللي هيظهر فيها الموجات لحد ما اقضي عليها تماما. وبيخرج من القصر في وسط تحيه عسكريه وحب الناس وتقديرهم لمجهوده بعد ما خرج اخر مره وهو شايل الذل والعار. بيروح الساعه الرمليه واللي بقى ماسكها جنود ناوفومي بيقولوا له عاملين خصم ليك، بدل 15 قطعه ذهبيه هيبقى بصفر قطعه ذهبيه، ده عشان احنا جنودك، ما تقولش لحد بقى على المحسوبيه دي. الملكه بتستدعيه وبتعزمه على حفله في الظاهر، لكن في الواقع كانت جلسه بين الابطال، مين هيتصالحوا ومين هيتبادلوا المعلومات ما بينهم. الملكه بتقول لهم جزيره كالميرا هتتفعل، الكل بيفرح ما عدا ناوفومي. بيقول لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ الملكه بتقول له دي جزيره مليانه بالوحوش بتتفعل كل 10 سنين، والمميز فيها ان الوحوش نقاطها اعلى الضعف من الوحوش في اي مكان تاني، فمستواك ممكن يزيد اسرع هناك. الابطال بيقولوا حتى ما عندناش معلومات ممكن نقدمها. الملكه بتقول لهم شكلكم لسه مش فاهمين، الموجه القادمه محدش هينجو منها الا ناوفومي، وكلكم هتموتوا، وانتوا شفتوا بنفسكم ازاي الجلاس قدرت تهزمكم كلكم بسهوله. الابطال بيقبلوا، لكن اول حاجه كانوا عاوزين يعرفوها هي سر قوه ناوفومي وقصدهم درع اللعنه. ناوفومي قال لهم هتعرفوا كل اللي عندي، لكن الاول قولوا لي المعلومات اللي عندكم. قالوا له بص، اول حاجه لو مسكت سلاح من نفس نوعك ممكن تنسخه وتستدعيه في اي وقت ومن غير حتى ما تشتريه. تاني حاجه ممكن تصنع المواد تلقائيا لو حطيت ماده في السلاح. ناوفومي قال احيه ده انا كنت بعمل كده يدويا. وثالثا والاهم ممكن تستخدم الانتقال الاني وتنتقل لاي مكان رحته قبل كده في ثواني. ناوفومي قال وانا كنت عامل فيها ابن بطوطه وعمال اتنقل بين القرى، انا ضيعت حياتي في ايه؟
واتسكي قال اخر حاجه سر العالم ده هو الاسلحه النادره. رين قال لا، السر هو المهاره والاتقان. موتياس قال لا، السر هو الاحصائيات والتعاون. والثلاثه بداوا يتخانقوا والاجتماع باظ من غير حتى ما يعرفوا سر قوه ناوفومي. وفي اليوم اللي بعده كان معاد السفينه اللي رايحه كالميرا، فناوفومي كالعاده بيروح يتسوق وبيقول للتاجر هات لي كل الدروع اللي عندك في المحل، ويبدا ينسخهم الواحد ورا التاني. التاجر قال له تعالى هنا يا ابن النصابه، انت كده بتدمر شغلي. قال له يا عم ما تزعلش نفسك، هعوضك لما ارجع المره الجايه. والتاجر بيوافق. بيروحوا لقريه رافتاليا واللي اصدقائها اللي خرجوا من السجن رجعوا لها وبداوا يبنوها من جديد. وهناك بيقابل اتنين بيسالوه عن اللي حصل للقريه وبعدها بيسيبوه يمشوا. ناوفومي بيروح الميناء والسفينه كانت مستنياه، بيركبها وهناك بيلاقي الاتنين موجودين. بيتعرف عليهم، الولد اسمه لارك والبنت اسمها تيرس. ناوفومي بيقول لهم انا بطل الدرع. بيقول له يا راجل ما تهزرش، انا بسمع ان بطل الدرع شيطان بياكل الاطفال الصغيره. قال له تصدق او ما تصدقش انت حر. وبيعرف ان هم برضه رايحين الجزيره. بيخرج عشان يكلم الابطال وبيلاقيهم كلهم ميتين على الارض من دوار البحر ومش شايفين قدامهم حتى. تيرس بتجيله سمعت من رافتاليا انك بتصنع جواهر وعاوزك تصنع لي واحده باستخدام دي. ناوفومي قال لها حاضر بس لما نوصل الجزيره. بيوصلوا الجزيره وبينزلوا يتمشوا شويه وبعدها بيروحوا يصطادوا الوحوش، وفعلا مستوياتهم بترتفع بسرعه جدا بالرغم انهم بيقتلوا الوحوش الضعيفه، فبينتقلوا لقتل الوحوش القويه وبيفضلوا يقتلوا فيهم لحد غروب الشمس. وفي الليل بيقابلوا برضه لارك وتيرس، بيقرروا انهم يتدربوا مع بعض اليوم اللي بعده. وفي اليوم اللي بعده ناوفومي بيدي تيرس المجوهرات اللي صنعها، بتعجبها جدا وبتديله 900,000 قطعه ذهبيه، وكانت هتقلع لارك بوكسره وتديه لناوفومي من كتر اعجابها بالمجوهرات. بيروحوا يتدربوا وناوفومي بيلاحظ ان مستوياتهم عاليه جدا، اعلى حتى منهم، وكمان طوروا نفسهم عند الساعه الرمليه. بيحاربوا مع بعض مجموعه من الوحوش القويه وبيقدروا بالتعاون ما بينهم انهم يهزموهم. ناوفومي بيقول لهم ممكن نتدرب بكره مع بعض. قالوا له سوري مش فاضيين وبيسيبوه يمشي. ناوفومي بياخد فرقته وينزلوا يعوموا في البحر، مش عارف ليه الصراحه. بيسرحوا في البحر وينزلوا في الاعماق، وهناك بيلاقوا انقاض مدينه بيدخلوها، والمفاجاه بيلاقوا جواها الساعه الرمليه، اثار مدينه غرقت تحت الميه. والمفاجاه الاكبر ان موعد الموجه القادمه بعد 48 ساعه. على طول بيستخدم الانتقال الآني وبيروح للملكه يبلغها، وفورا بتجهز الاسطول ويوصلوا عند الجزيره عشان يحاربوا الموجات. ناوفومي بيلاحظ وجود لارك وتيرس على سفينه واكيد هم جايين للمساعده، والساعه بتدق وبتوصل الموجات في وسط البحر. الكل بيبدا يحارب الوحوش وبيقضوا عليهم الواحد ورا التاني، لكن بيظهر الوحش الرئيسي، وحش ضخم بيغوص تحت الميه. ناوفومي بياخد فيلو وينزل تحت الميه، بيخلي الوحش يتبعه وبيطلع بره الميه والوحش وراه. ساعتها كل الابطال بيهاجموه وده ولا اثر في الوحش بتعويره صغيره حتى. ناوفومي قال الله يخرب بيتكم مالكمش اي لازمه. الوحوش عددها بيزيد وبدات تهاجم السفن. واحد منهم وصل لميلتي وخطفها وكان هينزل بيها البحر، لكن لارك بيظهر وبيذبح كل الوحوش اللي على السفينه. ناوفومي بيناديه ويقول له ساعدني في قتل الوحش ده. بيعمل نفس الحركه ويخرج الوحش من الميه. ساعتها لارك بيهاجمه ويشرح جسمه، وبعدها فيلو بيديله ضربه من تحت الراس بتقلبه في الميه جثه هامده. ناوفومي راح على جثه الوحش وشكر لارك على مساعدته، ومن بعدها كل الابطال وصلوا. ناوفومي قال لهم ايه اللي جابكم؟ قالوا له الغنايم، جايين ناخد نصيبنا. هو انتوا عملتوا ايه اساسا؟ لارك بيقول للابطال انت فعلا بطل الدرع يا خساره، وبهجمه واحده بيرمي كل الابطال. ناوفومي بيقول ايه معنى اللي بتعمله ده؟ لارك بيقول له احنا بطلين من عالم تاني، الموجات بتوصل عالمنا وبتدمر فيه ولازم نهزمكم عشان نوقف الموجات اللي بتيجي لعالمنا. كل الابطال بيهاجموه لكنه بيصدهم بسهوله. الجنود على السفن بيحاولوا يساعدوهم لكن تيرس بتهاجمهم بنيازك بتحرق كل السفن، ومن بعدها بتنزل مطر بتطفي النار، وده عشان تمنع تدخل الجنود لان هدفهم كله هو هزيمه وقتل الابطال من غير تدخل حد تاني. لارك بيهاجم ناوفومي لكنه بيصدها ويحاول يمسكه، بيفلت منها وبيعرف انه مش هيقدر على درعه، فمن تاني بيهاجمه وناوفومي بيصده لكنه بيحس بالالم في ايده. بيعرف ان لارك بيستخدم سلاح، كل ما الدفاع كان قوي ده بيزود من حجم الضرر. وعلى السفينه ميلتي بتصطاد واحده من جنود اتسكي وبتخليها توصلها لحد ناوفومي، وفرقه ناوفومي كلها بتتجمع. رافتاليا بتهاجمه وبعدها بتختفي. ناوفومي بيستخدم درع الثعبان ويهاجمه، وفيلو بيديله بالرجل بيرميه بعيد، وساعتها رافتاليا بتظهر وتصيبه. حاولت تهاجمه تاني لكن تيرس بتهاجمهم وتبعدهم عنه، ومن قلب الموجات بيهبط شخص وسط المعركه، والشخص
الشخص ده هو جلاس. بتهاجم ناوفمي بكل الضربات اللي عندها وبيقدر يصدها. بتقول للارك عمل فيك كل ده وهو لسه ما استخدمش كل قوته وحتى كمان صد كل ضرباتي. لارك بيقول لها هو اقوى من كده. بتقول له عنده درع ملعون وده هو اقوى سلاح معاه. جلاس بتهاجمه فبيخرج درع اكل الارواح، واول ما تشوفه بترجع بتساعدها تيرس في هجمه وناوفمي بيصدها بدرعين من عنده. بيقول لرافتاليا والبقيه يواجهوا لارك وتيرس وهو هيواجه جلاس لوحدها. بيجري على سفينه وجلاس بتحصله. جلاس بتهاجمه فبيستخدم الدرع ويسحب قوتها. بتتضرر وبتسقط على الارض. بيقول الدرع ده بياخد من نقاط المهاره عند الناس العاديه لكن معاكي بياخد من طاقه الحياه. لو كملت المعركه معايا هتموتي. بتهاجمه تاني وبرضه بيسحب من قوتها. لارك بيحدف لها زجاجه بتزود من قوتها فما كانش قدام ناوفمي الا انه استخدم درع اللعنه وهاجمها بهجوم من اللهب اسقطها على الارض. لارك اتدخل وشال جلاس وقال له المعركه خلصت، نتقابل في الموجه القادمه. وبينسحب ومعاه الموجه بتنتهي والابطال بيعلنوا نفسهم فائزين. فيلو بيلاقي بنت في البحر، واحده من جنود اتسكي واللي ساعدت ميلتي. اتسكي والفرقه اتخلصوا منها عشان ما اشتركتش معاهم في المعركه، وناوفمي قرر انه يضمها لفرقته. ناوفمي بيقول لرافتاليا عندي مفاجاه ليكي. بياخدها للقريه بتاعتها وهناك بتلاقي القريه بيتم بنائها من جديد. وميلتي بتوصل ومعاها امر ملكي بتعيين ناوفمي حاكم للمنطقه، وكل الافراد اللي ناوفمي ساعدهم في القصه جم القريه عشان يبنوها وتكون مقر رئيسي لبطل الدرع. ناوفمي بدا ياسس القريه ويبنيها من الصفر، وساعده في كده جميع الاشخاص اللي قابلهم وساعدهم في وقت الموجات، ومنهم ريشيا اللي كانت في السابق واحده من فريق بطل السيف لكنهم اتخلوا عنها. وناوفمي قرر يساعدها ويضمها للفريق بتاعه. بتدربها الست العجوزه واللي ناوفمي ساعدها بالدواء، وطلعت متقنه لواحده من فنون القتال واسمه كي. بدات تدرب ريشيا على استعمال الكي، وبرغم انها قادره تماما على التحكم بالكي لكنها جبانه ومش نافعه في القتال. فجاه الناس بتجري في القريه، وحوش بتظهر من السماء وتهاجمهم. ناوفمي بينادي فيلو اللي بتظهر وتحمي الناس، ورافتاليا هي كمان بتوصل، وهما الاتنين بيقتلوا في الوحوش لحد ما يخلصوا عليهم. وحوش اول مره يشوفوا زيها، والمفاجاه ان العد التنازلي لوصول الموجات وقف. وعلى الفور الملكه بتطلب الابطال للحضور، فكل الفرق بتروح القصر الملكي، وريشيا واقفه على جنب خايفه تواجه فريقها القديم. الملكه طلبت حضور الابطال لمناقشه موضوع ظهور الوحوش، وكل الابطال حاربوهم، بس دي اول مره يشوفوا النوع ده من الوحوش. الملكة بتقول لهم سبب ظهور الوحوش وسبب توقف العد التنازلي هي سلحفاة الروح، وحش اسطوري قديم كان نايم لقرون طويلة، وعندنا اساطير بتقول انه اخر مرة ظهر تسبب بكوارث للعالم، ومكانها في قرية اسمها سلحفاة الروح. الوحوش اللي قابلتوها غالبا من صناعته. فالابطال الثلاثة بيقوموا ويقولوا معلش نسينا نجيب حاجة، احنا راجعين البيت. ناوفمي قال لهم طب وسلحفاة؟ قالوا له احنا مالنا، احنا جينا العالم ده عشان نحارب الموجات وما عندناش وقت نتعامل مع مشكلات جديدة. والتلاتة بيخرجوا من القاعة. بطل السهم بيشوف ريشيا، بتقول له انا عاوز ارجع لفريقك. بيقول لها انت ضعيفة ومهما ناوفمي دربك هتفضلي ضعيفة. كل الابطال رفضوا محاربة السلحفاة ما عدا ناوفمي، واللي بيقول للملكة انا هساعدكم في الحرب. رافتاليا بتشوف قد ايه ريشيا حزينة، بتقول لها انا عندي طريقة ممكن تزود قوتك. بتاخدها عند تاجر العبيد وتقول لها لو بقيتي عبد عند ناوفمي ممكن قوتك تزيد. ومن اللا شيء ريشيا بتوافق وتبقى العبدة الثالثة عند ناوفمي. ناوفمي بياخد فرقته ويتجه لمكان سلحفاة الروح، وفي الطريق فيلو بتقول له فيتوريا بتسألك هتحارب السلحفاة ولا لا؟ قال لها فيتوريا ملكة الفيوليال وانت بتكلميها ازاي؟ بتقول له عندي تواصل معاها بالشعرة اللي قدام دي. ناوفمي بيقول لها فعلا انا رايح للحرب. بتقول له يبقى لازم تتعاون مع بقية الابطال، دي فرصة قدامك عشان تجبرهم على التعاون معاك. ناوفمي بيكمل رحلته ويلاقي الناس ماشية عكس الاتجاه، بيهربوا من القرية اللي عايشة فيها السلحفاة، وبيتكلموا ان في 3 ابطال راحوا يهزموا السلحفاة وماتوا كلهم على ايديها. ناوفمي بيقول لفيلو اسألي فيتوريا هل في واحد من الابطال مات؟ فيتوريا بتقول لهم لا، هتلاقيهم مصابين جنب السلحفاة ولا حاجة. وفجأة بتظهر وحوش من تاني، بل وكمان وحوش مختلفة اقوى واسرع، وكلهم بيهاجموا الناس اللي بتهرب. ناوفمي وفرقته بيواجهوا الوحوش لكن عددهم كان ضخم، فناوفمي بيجذبهم كلهم وراه لحد ما يتجمعوا عليه، وساعتها بيستخدم درع اللعنة بيفجر المنطقة اللي حواليه وبيقتل كل الوحوش مرة واحدة. فبتظهر واحدة قدامه وتقول له انت بطل الدرع، ارجوك انا محتاجة طلب منك، ممكن تقتلني؟ فجأة المكان كله بيتهز وبعدها البنت بتختفي. ناوفمي بيحضر الاجتماع مع الملكة وباقي الملوك اللي وافقوا يساعدوا في الحرب ضد سلحفاة الروح. الوحوش اللي انتجتها السلحفة
السلحفة قتلت العائلة الملكية اللي كانت بتحكم قرية سلحفاة الروح، ومعروف عن السلحفة انها بتهاجم المناطق اللي فيها سكان كتير. الملوك بعتوا في السابق جنود لمحاربة السلحفة ومفيش ولا واحد منهم رجع، كلهم ماتوا، فالفوز ضدها مستحيل الا بوجود الاربع ابطال. ناوفيمي قال لهم سيبكم من الثلاث ابطال الباقيين، لازم نحط خطة لمحاربة السلحفة. بيقولوا له ممكن نستعمل ابطال النجوم السبعة. قال لهم مين دول؟ قالوا له دول ابطال بيستخدموا اسلحة كينزوكي، اسلحة مختلفة عن الابطال الاربعة، قوية لكنها اقل قوة من الابطال الاربعة. شوية منهم انتقلوا للعالم ده وشوية تم اختيارهم بسبب مهاراتهم القتالية، زي لاركو وفرقته بيستخدموا نفس الاسلحة. ناوفيمي قال لهم اضعف وجودهم افضل من عدمهم، احنا محتاجين اي مساعدة. فجأة بتدخل القاعة نفس البنت اللي قبلوها، مرات الملك اللي بيحكم قرية سلحفاة الروح، واخر واحدة متبقية من العائلة الملكية واسمها اوست. بس في الحقيقة هي مش انسانة، وكل اللي كانت بتقوله كذب، هي قرين او التجسيد البشري لسلحفاة الروح، زيها زي الوحوش اللي قابلهم ناوفيمي. والسلحفاة صنعتها عشان تقرب من مراكز السلطة وتجمع شوية ارواح. تجمعهم ازاي؟ بانها تشعل الحروب واللي هيموت فيها الاف البشر، والارواح دي هتستعملها سلحفاة الروح في ايقاف الموجات. ولو الخطوة دي فشلت وما قدرتش تجمع الارواح المطلوبة، فالسلحفة هتتحرر وتبدأ تقتل الناس بنفسها لحد ما تجمع الارواح وتوقف الموجات. بس اللي حاصل دلوقتي ملوش علاقة بالخطوتين اللي فاتوا. في واحد كسر الختم على السلحفة وبدأ يتحكم فيها. ناوفيمي بيقول لها هو مين اللي بيعرف يكسر الختم؟ بتقول له المفروض انا الوحيدة اللي عارفة الطريقة، ومهمتي ان اقول الطريقة للابطال عشان يحرروا السلحفة ويوقفوا الموجات. وبما ان في واحد دلوقتي بيتحكم في السلحفة، فانا هساعدكم واقول لكم على كل المعلومات اللي انتم محتاجينها. اول معلومة ان السلحفة بتروح المناطق اللي فيها عدد سكان كتير. قالوا لها ما احنا عارفين المعلومة دي. بتقول لهم بجد؟ طب عندي معلومة تانية، السلحفة هتموت لو قطعتوا راسها. قالوا لها ما هو منطقي، اي كلب في الشارع هتلاقيه عارف المعلومة دي. واحد من القادة بيقول الافضل اننا نقطع راسك. بتقول له فكرة كويسة، بس كل ما تقتلوني هظهر من تاني. الكل بيطنش اوستو ويتكلموا عن موضوع مهم جدا، مين اللي هيتولى القيادة. الاول بيقول انا اللي وفرت الجنود، فالمفروض القيادة تكون ليا، بس التاني هو اللي وفر الفلوس فعاوز القيادة، والتالت بيوفر الصحراء والمعدات وبيطلب يكون القائد. ناوفيمي قال لهم انتوا هتصدعوا دماغي، انا مش محارب معاكم، انا وفرقتي هنحارب لوحدنا. ناوفيمي انضمت لفرقته واحدة اسمها كلير، كانت جندية بتحرس الملكة وقررت تنضم لناوفيمي وتدرب اشباه البشر، ومن ساعتها ناوفيمي بيثق فيها. وفي الصباح الجيش كله بيتجهز للمعركة. ناوفيمي بيسأل واحد من القادة، في قلعة مهجورة فوق التل، هل السحرة يقدروا ينقلوها من مكانها وينزلوها فوق دماغ السلحفة؟ قالوا له نقدر نعملها، وكمان معانا قنابل ممكن نفجر بيها الجبل، ومعانا منجنيق هنوجهه على رجل السلحفة. بس فجأة السلحفة بتبدأ في الحركة، فكل الجيش بيتجهز للهجوم. ناوفيمي وفرقته بيتقدموا امام الجيش، بيدوهم الحماسة والثقة لمواجهة السلحفة. واوست قررت تروح مع فرقة ناوفيمي، ومن تاني بتظهر الوحوش. ناوفيمي بيجذب كل الوحوش ناحيته، فبيسمح لباقي الجيش بالتقدم. فيلو بتزود من سرعتها لحد ما يبعدوا عن الجيش، فاوست بتقول لهم انا هقدر اتصرف مع الوحوش. بتستخدم قدرتها وهي التحكم في الجاذبية، وبتلزق كل الوحوش على الارض، قدرة مشتركة بينها وبين سلحفاة الروح، وبتقدر تستخدمها بس لعدد مرات محدود. ناوفيمي وفرقته بيستغلوا الفرصة، فبيبدأوا في قتل الوحوش الواحد ورا التاني. في نفس الوقت كل قوات الجيش بتواجه السلحفة، بتحاول توقف تقدمها او حتى تبطئه، لكن كل الطرق فشلت، فما كانش قدامهم الا استعمال المتفجرات. وواحد من قادة الجيش ضحى بنفسه وفجر القنابل. الجبل بينهار وبيقع فوق السلحفة بيثبتها على الارض، ودلوقتي بقت عاجزة عن الحركة، وكل اللي فاضل لهم هو قطع راسها. فجأة السلحفة بيخرج منها اسهم وتهاجم كل جنود حواليها، بتصيبهم بالسهوم وتخفيهم من على وش الارض. واحد فيهم بيتجه لناوفيمي وبيصده في اخر ثانية. كلير بتلاحظ ان السهوم مش موجودة قرب السلحفة، اكيد خايفة على نفسها لا سهم منهم يصيبها، فبتؤمر كل الجنود بمهاجمة السلحفة. الخطة قللت من اصاباتهم لكنها ما منعتش موت بعض الجنود. ناوفيمي بيستغل الفرصة ويقرب من السلحفة، وهو مغطي نفسه بدرع بيصد كل السهوم، بس بتظهر قدامه الوحوش. مجموعة من الجنود بتقول له روح واقتل السلحفة، واحنا هنتولى مهمة قتل الوحوش حتى لو هيكلفنا حياتنا. ناوفيمي بياخد فرقته والجنود بيحاربوا الوحوش، واوست بتفضل معاهم وتساعدهم. فيلو ورافتاليا بيهاجموا رقبة السلحفة،
ويقدروا يقطعوا جزء صغير منها. ناوفيمي بيساعدهم بس برضه مش قادرين يفصلوا راسها. اوست بتقرب من ناوفيمي وبتديله قوة الجاذبية بتخلي الدرع بتاعه يزداد قوة وبيحفر في رقبة السلحفة. فرافاليا وفيلو هما الاتنين بيهاجموا الرقبة من تاني وبيفصلوها عن جسمها. انتصار كاسح لبطل الدرع اتحقق بموت كتير من الجنود، لكنهم بيبصوا حواليهم ويلاقوا اوست موجودة. مادام هي موجودة يبقى اكيد السلحفة لسه عايشة، فممكن في اي لحظة تتحرك من تاني، والجيش محتاج وقت عشان يتجهز. فناوفيمي بياخد فرقته ويطلع على ظهر السلحفة بيدور على اي نقطة ضعف ليها. بيمشوا على ظهر السلحفة لمدة يوم لحد ما يلاقوا نفسهم قدام قرية مدمرة بالكامل. كان السكان بانين بيوتهم فوق ظهر السلحفة وهي مختومة، بس اول ما اتحركت بيوتهم اتكسرت وماتوا كلهم ما عدا مبنى واحد وهو معبد. كل اللي فيه ماتوا بس المعبد ما زال سليم. بيدخلوا ويشوفوا رسومات على الحيطة بتشرح ايه هي سلحفاة الروح، لكن مفيش اي معلومة ازاي نختمها من تاني. بس في كتابة محدش عارف يقراها، لغة غريبة اول مرة يلاقوها. ناوفيمي بيشوفها ويتفاجئ انها كتابة يابانية، واحد من الابطال القدامى كتبها لكنها قديمة جدا وصعب قراءتها، وكل اللي قادر يشوفه هي كلمات ختم والسابع ويحطم. بس فجأة المعبد بينهار، ففيلو بتتحول وتاخد الكل وتهرب. اوست بعد ما شافت الرسومات رجعت لها شوية ذكريات، بتقول له انا افتكرت ازاي ممكن نهزم السلحفة، احنا ممكن ندخل جسمها. في مدخل موجود على ظهر السلحفة، لو دخلنا هنقدر نوصل لداخل جسمها، هنمشي لحد ما نوصل للقلب وندمره، وساعتها السلحفة هتموت. ناوفيمي بياخد 3 من فرقته وهم رافاليا وفيلو وريشيا، واوست هي الرابعة واللي بترشدهم للطريق. بيدخلوا النفق ويمشوا كتير لحد ما يسمعوا صوت خطوات اقدام. واحد بيظهر ويهاجمه بس ناوفيمي بيقدر يصده. بيظهر 3 ويقولوا له انت بطل الدرع، احنا كنا بنحسبك وحش، احنا مجرد مغامرين بندور على اي كنوز هنا. ناوفيمي بينادي رافاليا فبتستخدم سحر الضوء، سحر بيشيل الوهم اللي قدامهم وبيظهر شكل المغامرين الحقيقي. ال3 ابطال اللي جم من عالم اخر وهم لارك وتيرسي واخيرا جلاس. لارك قال له هدي نفسك، احنا مش جايين نحارب المرة دي، مهمتنا هي القضاء على سلحفاة الروح، او بالاصح القبض على الشخص اللي كسر الختم، لان الشخص ده واحد من العالم اللي جه منه لارك والبقية. بيحاول يسيطر على الوحوش الحامية في كل العوالم وبيستخدمهم في زيادة قوته. اعتقد احنا الاتنين عندنا نفس الهدف، فايه رأيك نتحالف من تاني؟ ناوفيمي قال له مش هيحصل، مش هتحالف مع شخص هقتله في النهاية. لارك قال له خلاص، كل واحد فينا ينفذ مهمته بالطريقة اللي هو شايفها، فكل واحد فيهم بيروح في طريق مختلف. اوست هي اللي بتوجه ناوفيمي والبقية لمكان القلب، ولارك وفرقته طول ما هم ماشيين بيقابلوا الوحوش ويقتلوهم. اوست بتوصلهم لمكان شبه الساعة الرملية، بتقول لهم الأداة دي بتجمع الأرواح اللي أخدتها سلحفاة الروح، لما تمتلئ هيتكون حاجز يحمي العالم من الموجات. ناوفيمي قال لها طب فين القلب اللي احنا جايين عشانه؟ بتقول له موجود قريب من هنا. بيكملوا مشي لحد ما يلاقوا مخرج. اوست بتقول لهم استنوا، بتلمس الحيطه وتصنع طريق بيودي للقلب. في نفس الوقت لاركو وفرقته بيوصلوا القلب، بيدمروه لكن بيظهر واحد تاني، بيدمروا التاني فبيظهر التالت والرابع والخامس. بيجربوا يحرقوه ويستخدموا عليه كل انواع السحر بس مفيش حاجه نافعه، لان كل ده كان مجرد وهم. ناوفيمي وفرقته بيوصلوا للقلب الحقيقي وبيلاقوا قدامه الشخص اللي بيتحكم في السلحفه واسمه كيو، وهو مستخدم كينزوكي الكتاب. أسلحة كينزوكي في العالم اللي جاي منه لاركو والبقية ملهوش علاقة بالسبعة اللي في العالم ده. كيو بيقول له أعتقد إنك بطل الدرع وباين عليك قوي، على عكس ال3 أغبياء اللي جم قبلك قدرت تهزمهم بسهولة، وكمان أذكى من فرقة لارك اللي عمالة تدمر في القلوب الوهمية. ناوفيمي قال له رجع القيد على السلحفة وحرر الأرواح اللي سرقتها. كيو قال له من عيني، وبيهاجموا بهجمة ناوفيمي قدر يصدها بالعافية، بيستخدم قوة السلحفة في الهجوم. فيلو بتهاجم القلب وبتقدر تصيبه، ورافاليا بضربة واحدة بتقطع القلب لنصين. ساعتها اوست بتختفي والسلحفة بتموت، او ده اللي بيحسبوه، لان اوست بتظهر من تاني. تدمير قلب السلحفة مش كفاية، بس اللي حصل خلى ذكريات اوست ترجع بالكامل، لانها كانت ناسية اغلب المعلومات عن السلحفة. بتقول لهم انا عرفت الطريقة الوحيدة لهزيمة السلحفة، تدمير قلب السلحفة وقطع الراس في وقت واحد، وبعدها تدمر النواة. ساعتها السلحفة مش هتقدر تتجدد
هتتجدد وهتموت. بتفتح لهم طريق اسفل القلب فبيدخلوه وبيلاقوا نفسهم قدام النواة. في نفس الوقت السلحفة بتقدر تجدد الراس وبتتحرك من جديد. كيت بيقول لهم اهلا بيكم في مركز السلحفة، بس مش شايفين انكم تعبتوا نفسكم على الفاضي؟ ما انتوا معاكم قسط التجسيد البشري للسلحفة، لو كنتوا قتلتوها كان زمانكم خلصتوا المهمة من زمان، لان قسط مش مجرد تجسيد للسلحفة بل هي تجسيد لنواة السلحفة. ناوفيمي كان عارف لكنه ما كانش عاوز يقتل قسط. كيو بيقول لهم ما كانت واضحة، لو قسط كانت زي الوحوش اللي بتصنعهم السلحفة كنت هقدر اسيطر عليها. ده انا حتى متفاجئ من قوة السلحفة، تقريبا هي اقوى وحش قابلته في كل العوالم اللي رحتها، بس دي مصلحة هقدر اجمع ارواح اكتر. ساعتها السلحفة بتصرخ وتتوجه لجيش البشر اللي بيجهز نفسه للهجوم. قسط بتقول لهم بسرعة لازم ندمر الراس والقلب في نفس الوقت. ناوفيمي قال لها ازاي؟ اكيد البشر مش هيقدروا يقطعوا الراس. كيو قال له شوية الابطال الاغبياء اللي قدامك دول هم اللي ساعدوا في تجديد راس السلحفة، من غيرهم ما كنتش هقدر اعمل حاجة. بيمتص من قوتهم ويديها للسلحفة وبيعرض قدام ناوفيمي صورة مباشرة لمعركة السلحفة مع البشر. بس فجأة بتظهر فيتوريا وتدي السلحفة بالرجل بتلحسها الارض. بتكلم فيلو وتقول لها انا هتولى الراس وانتوا عليكم تدمروا القلب. كيو قال خلاص كل اللي عليا ان امنعكم من الوصول للقلب. في نفس اللحظه الحيطه من جنبهم بتنفجر وبيخرج منها لاركو وفرقته. كيو بيقول لهم انتوا جايين ليه؟ مش انتوا عاوزين تدمروا العالم ده؟ انا هعمل كده بدلكم. لارك قال له انا مش موافق على الطريقه اللي بتستخدمها. كيو بيستخدم سلاحه ويكون طائر ناري بس ناوفيمي بيصده. رافتاليا وفيلو بيهاجموه فكيو بيكون درع واخده من قدرات السلحفه وكمان بيزود من قوته بامتصاص طاقة الأبطال الثلاثة. وبره المعركة بين فيتوريا والسلحفة مستمرة، ومش بس بتحارب السلحفة لا وكمان بتحمي البشر من هجماتهم. بتقول لهم غروا في داهية مش عارف أحارب. فالبشر كان عندهم شوية دم وبينسحبوا من ساحة المعركة، ففيتوريا بتقدر تخرج كل قوتها. ناوفيمي بيصد كل هجمات كيو فلارك بيتوجه لتدمير القلب، لكن كيو بيستعمل سحر الجاذبية الخاص بالسلحفة ويثبتهم كلهم على الأرض. بيحاولوا يتحركوا لكن مفيش فايدة ما عدا واحدة بس وهي ريشيا، اكتر واحدة بتقدر تستخدم طاقة الكي، والدافع لحركتها هو انقاذ بطل القوس. ريشيا كانت مولودة لعيلة متوسطة عايشين في قصر صغير وكانت طفولتها سعيدة، لكن في يوم واحد من النبلاء واللي كان ليه فلوس عند الاب ما قدرش يسدد الدين، فالنبيل خطف ريشيا وحطها في السجن. فضلت في السجن فترة لحد ما وصل بطل القوس اللي قام بثورة في القرية وقتل النبيل وحرر كل المظلومين، ومن ساعتها وهي بتحبه وعاوزه تساعده باي طريقه. ريشيا بتخرج سيفها وتهاجم كيو، بيحاول يصيبها لكنها بتتفادى كل الهجمات. ناوفيمي وقسط بيستغلوا الفرصه وبيحرروا الكل. لاركو وفرقته بيروحوا يدمروا القلب وفيلو بتروح معاهم، والبقيه واقفين قدام كيو وبيحاولوا يشغلوه، او مش البقيه، ريشيا لوحدها قادره تقف قدام كيو ويا دوبك قادر يصد هجماتها. بتضرب بسيفها وتحرر الابطال الثلاثه. فيتوريا بره بتقول لهم بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيوتكم، خلصوا السلحفه ممكن تقتلني. فيلو بتبلغها احنا وصلنا القلب، ففيتوريا بتنطلق باقصى سرعتها وتخترق الرقبه وتفصل الراس عن الجسم. في نفس الوقت فرقه لارك بتهاجم القلب وتدمره. بس هل دي النهايه؟ اكيد لا. كيو بيستخدم جزء من الارواح وبيحمي بيها النواه. ناوفيمي بيحاول يستخدم درع اللعنه لكن قسط بتوقفه وتقول له الدرع ده هيأذيك. بتحط ايديها على الدرع وبيكتسب درع جديد، درع سلحفات الروح، درع قوي جدا بيوجهه في اتجاه النواه ويفجرها الاجزاء. النواه بتتدمر ومعاها قسط بتسقط. كيو قال لهم خلاص انتوا فزتوا، بس انا خلصت مهمتي، انتوا دمرتوا السلحفه وانا خدت الارواح اللي جمعتها، فباي باي انا راجع العالم بتاعي. بيفتح بوابه العالم وبيدخل جواها. لاركو وفرقته بيدخلوا وراه. ناوفيمي بيشوف قسط وهي في لحظاتها الاخيره فبيقسم انه ينتقم من كيو، فبيقرر يدخل مع فرقته للعالم الاخر والبوابه بتقفل وراهم. ناوفيمي بيصحى ويلاقي ريشيا جنبه وهما الاتنين داخل زنزانة. بيسألها عن رافتاليا وفيلو، بتقول له مفيش حد موجود هنا. بيبص على دراعه ويلاقي كل الدروع اللي جمعها اختفت ومستواه نزل لواحد من تاني اكنه لسه داخل العالم جديد، وكذلك مستوى ريشيا. بتظهر من وراهم رافتاليا لكن بنفس شكلها لما كانت صغيرة ساعة ما ناوفيمي اشتراها من تاجر العبيد. بيلاقوا الزنزانة مفتوحة فبيخرجوا. رافتاليا عاملة نفسها مستعدة للقتال. ناوفيمي قال لها كفاية
يا هبل ده السيف اطول منك. بيلاقوا الزنزانات جنبهم فاضيه لكن فيها ادوات، فغالبا في واحد عايش هنا. بيخرجوا بره خالص ويلاقوا نفسهم داخل شاطئ، البحر امامهم والرمال خلفهم، والبحر تحسه مبكسل اكنك بتعمل صوره على فوتوشوب. فاكيد هم دلوقتي في جزيره معزوله. بيتمشوا في الجزيره ويلاقوا وحش معفن قدامهم. ناوفمي بيمسكوا ورافطاليا بتقسمه نصين، فمستواهم بيزيد هما الاتنين. بيكرروا الاحداث اللي حصلت اول ما اتقابلوا، فبيكملوا صيد في الوحوش ويزودوا مستواهم. بس فجأة بيظهر قدامهم وحش مستوى عالي. رافطاليا بتهاجمه فبيديها يد بتنيمها. ناوفمي بيحاول يحميها فالوحش بيصيبه. بيقول لهم اهربوا ما عندناش فرصة ضده. رافطاليا بتحاول تهاجمه لكن سيفها مش قادر يصيبه اساسا. فجأة الوحش بيتمسك بسلكه وبينفجر. بتظهر بنت اسمها كيزونا، واحدة من الابطال الاربعة وبالتحديد بطلة الصيد. ناوفمي بيعرفها بنفسه كبطل للدرع. بتقول له انا اول مرة اسمع ان في بطل للدرع. قال لها وانا اول مرة اسمع ان في بطل للصيد. كيزونا بتاخدهم لبيتها وتعالج روحهم، وهناك بتعرف القصة بالكامل. كيزونا محبوسة في المكان ده لان بلاد العدو مسكتها. قال لها طب وليه البلد مسكتك؟ طب ازاي هيواجهوا الموجات؟ بتقول له يعني ايه موجات؟ بيقول لها ازاي ما تعرفيش؟ لارك وجلاس كانوا عارفين بالموجات. بتقول له مين؟ انت ازاي عارف الاسامي دي؟ دول صحابي وما شفتهمش من فتره طويله. قال لها انت صاحبه جلاس؟ اتفقوا على دي معرفه. بتقول له خلاص تعالى ناكل وتحكي لي اللي حصل بينكم. قال لها اكل معاكي انت صاحبه جلاس، ممكن تحطي لي سم ولا حاجه. بتخرج سيفها وتهاجم ناوفمي. بتصيبه لكن اصابه بلا تاثير. بتقول له انا سلاحي ما بيأذيش البشر. فناوفمي بيثق فيها شويه وبياكلوا مع بعض لحد ما يشبعوا. ناوفمي بيقول لهم يلا ندور على طريق للخروج. بتقول له مفيش طريقه للخروج، احنا في المتاهه اللانهائيه، سجن زمني لو دخلته استحاله تخرج منه. بيقول لها انت هنا من امتى؟ ما بعدش يا جيمي. لكني ما استسلمتش، كل يوم كنت بدور على طريقة للخروج لكن بلا اي فائدة ما عدا مكان واحد بس. هاخدكم لهناك بس ننام شوية ونصحى. وفي الصباح بتاخدهم لمنطقة فرعونية شبه معبد ابو سمبل. في اخر المعبد كنيسة وفيها فتحة بتؤدي للفراغ ومش قادرين حتى يدخلوا منها. ناوفمي بيفكر غالبا المكان ده متصمم زي لعبة والحيطة اتهدد بالصدفة وكشفت نهاية الجزيرة، او ممكن ما تكونش نهاية الجزيرة وتكون خطأ في البرمجة. لو دوسنا عليه هيطلعنا بره اللعبة وهنستخدم دي، واحدة من البذور اللي ناوفمي خدها من النبات اللي قتله في الموسم الاول. ناوفمي بيرميها والنبات بينمو. بيدوس على الخطأ اكتر واكتر لحد ما يدمره وتفتح بوابة لخارج الجزيرة. بياخد فرقته وينط وبيقول لكيزونا تعالي، فبترمي السنارة وتنط معاهم للبوابة وبيلاقوا نفسهم خارج الجزيرة. بينزلوا في حديقة قصر مهجور لكنهم ما زالوا داخل بلاد الاعداء اللي حبسوا كيزونا. بيشوفوا المؤقت بتاع الموجات هتوصل بعد 10 ايام، فلسه قدامهم وقت وعندهم هدفين دلوقتي. اول حاجة يلاقوا فيلو، وتاني حاجة يوصلوا للارك والبقية. كيزونا بتقول لهم سهلة، ممكن نوصل لو مشينا لمدة اسبوع. قال لها ما عنديش وقت للكلام ده. بتقول له خلاص نستخدم الساعة الرملية. في العالم ده الابطال بيقدروا يستخدموا الساعات في الانتقال، واقرب ساعة رملية موجودة في العاصمة واللي على بعد 3 ايام، بس الساعة ما زالت في ارض الاعداء، فهنحتاج نشتري شوية اسلحة ممكن نستخدمهم في الوصول للساعة. بيكملوا مشي ويعدوا على قرية سكانها لابسين ملابس اسيوية اكنهم ماشيين في اليابان، بس العالم ده فيه اجناس مختلفة. عندك البشر وعندك شعب جراس واللي هم اشباه البشر زي رافطاليا، وعندك جماعة المجوهرات واللي تيرس واحدة منهم، وعندك جماعة الارواح واللي جلاس واحدة منهم. كل الاجناس عندهم طاقة حياة وقوة سحرية ما عدا شعب الارواح، عندهم طاقة للحياة وبس. ناوفمي قال عشان كده لما استخدمت درع الارواح اثر فيها وكانت على وشك الموت. شعب الارواح ما عندهمش مستويات فهم اقوياء جدا والهجمات العادية مش بتأثر فيهم، بس نقطة ضعفهم الوحيدة ان طاقتهم بترجع بشكل طبيعي، فالسحر والادوات مش بيساعدوهم. ناوفمي بيرجع لعادته القديمة، اجيب فلوس منين عشان اشتري الاسلحة. بيفتكر انه كان شايل في الدرع بتاعه جرعة مهدئة للروح. لارك ادى جلاس واحدة شبهها اثناء المعركة مع ناوفمي وقدرت تزود من قوتها، فاكيد شعب الارواح هيدفع اي تمن مقابلها. ناوفمي وفرقته بيلبسوا اقنعة ويبداوا يبيعوا جرعات. قرب يا بيه، قرب يا انسة، معايا جرعات هتزود من قوتكم، جبتها من بلاد بعيدة واستحالة تلاقوها في اي مكان. الناس بيتلموا ويشوفوا قوة الجرعات، بيشتروا الواحدة
ورا التانية لحد ما يخلصوهم. فناوفيمي بيقول لهم بكره هجيب تاني وهعرضهم في المزاد، وفي اليوم اللي بعده بيعرضهم في المزاد. الاولى بتتباع والتانية بتتباع، وصلنا لحد 5 من 6 اتباعوا. ريشيا بتروح تسلم الجرعات لكن رافتاليا بتوقعها وكل الجرعات بتتكسر. ناوفيمي قال يا خساره، كل بضاعتي ضاعت، ما تفضلش معايا الا دي، هبيعها لاعلى سعر فيكم. وبالخدعه دي بيقدروا يجمعوا الفلوس اللي محتاجينها، وناوفيمي والبقيه بيشتروا كل المعدات اللي هم محتاجينها. وبعد 3 ايام بيوصلوا للمدينه وبيلاقوا تجمع للناس. ساحر عبقري اخترع طريقه لاستخدام الساعه الرمليه، والمفترض محدش بيقدر يستخدمها الا الابطال ومستعملي اسلحه الكنزوكي. ناوفيمي قال ممكن العالم ده يكون كيو. بيظهر العالم واسمه كازوكي، ما طلعش كيو ولا حاجه بس وشه كالح زي كيو. ومن ساعه ما ظهر كازوكي والحراسه على الساعه الرمليه زادت. ناوفيمي وكيزونا بيقولوا اكيد في الليل الحراسه هتكون اقل. فاول ما الليل بيجي بيقتحموا القصر ويدخلوا غرفه الساعه الرمليه، بس طلعت قدامهم حيطه مسدوده. الحراس بيظهروا ويحاصروهم، والموضوع كان مجرد فخ لامساكهم. رافتاليا بتهاجم الحراس وتفضي الطريق قدامهم. بيهربوا من الحراس وفي طريقهم بيفتحوا كل اوضه بتقابلهم. الحراس بيزيدوا فناوفيمي بيكون درع بيحدفهم بعيد. واخيرا بيقدروا يوصلوا للساعه، بس كازوكي كان مستنيهم. بيقول له قللت الحراس عشان اغريك للدخول. عملت زي ما كيو قال لي بالظبط. ناوفيمي بيستخدم درع ويطير كل الحراس، وكيزونا بتستخدم السناره وتطير لقدام الساعه. بتلمس الساعة وتفعلها والكل بيقرب من كيزونا. الساعة بتحوطهم كلهم ما عدا رافتاليا. بيظهر صوت كيو وهو بيقول انا كنت مستني اللحظة دي، كنت مستني اشوف نظرة الياس على وشك، الحزن لما اخد رافتاليا منك. ما تخافش عليها، انا هاخدها المعمل عندي واستعملها كفار تجارب. رافتاليا بتقول لناوفيمي امشي، انا هستناك لحد ما ترجع. والساعة الرملية بتنقلهم. ناوفيمي والبقية بينتقلوا للساعة الرملية الموجودة في القصر الملكي اللي كانت بتعيش فيه كازونا. الخدم بيرحبوا بيها بقالهم سنين ما شافوهاش، فبتقول لهم انا عاوزة اقابل اسنوبالد. في نفس الوقت بيظهر تاجر عبيد موجود في العالم ده، عكس تاجر العبيد المحترم اللي كنا عارفينه. بيشد وراه واحدة وهي فيلو، بيحط عليها اختام ويحولها لطائر ويحبسها داخل قفص. مستشارين القصر بيجتمعوا بكازونا ويسألوها خرجت ازاي من المتاهة. بتقول لهم الشخص اللي ورايا ساعدني واسمه ناوفيمي. بيقولوا لها ناوفيمي بطل الدرع اللي من عالم اخر، ده اكيد جاي يدمر العالم بتاعنا. بينادوا الحرس للقبض عليه لكن كيزونا بتمنعهم. وبيظهر اسنوبالد مستعمل لواحد من اسلحه كانزوكي وهو القارب، وبيقدر يحدد مكان اي شخص عن طريق كائن اسمه شيكيجامي. كازونا كانت صنع واحد زمان عشان تقدر تلاقي جلاس، وهيصنع واحد لرافتاليا لكنه محتاج شيء منها، نقطه دم، شعره، اي حاجه شبه كده تحس انه دجال. ناوفيمي لسبب ما كان محتفظ بشعر رافتاليا، ما تعرفش ليه. بيستخدم الشعر وناوفيمي بيضيف نقطة من دمه وبيتكون كائن شبه الأنفد، شبه رافتاليا نوعا ما. وبما ان الكائن ده اتكون فده دليل ان رافتاليا ما زالت عايشة. ناوفيمي بيشكر اسنوبالت بس بيقرب منه ويشمه. بيقول له انت انسان. بيغير من شكله ويظهر انه ارنب، واحد من اجناس الوحوش زي فوتوريا. اسنوبالت بيستخدم سلاحه ويكون قارب عملاق بيقدر يطير في الهواء. بيسألوا شيكيجامي فين مكان رافتاليا، والتاني بيسألوه فين مكان جلاس، والاتنين بيشاوروا على نفس المكان. جلاس ورافتاليا محبوسين في نفس المنطقة. اسنوبالت بيقول لهم هنقلكم لمكان قريب منهم. في نفس الوقت تاجر العبيد بدأ في عمل عروض للناس، والعرض الرئيسي هي فيلو، هجين بتقدر تتحول بين طائر وبين انسان. ناوفيمي والبقية بيوصلوا المدينة ويتمشوا للمكان اللي عايزين يروحوا له، بس فجأة ناوفيمي بيقف، سامع صوت فيلو من بعيد. بيجري على هناك ويلاقي تجمع للناس اللي بتتفرج. بيحاول يدخل لكن كازونا بتمنعه. بتقول له لو عملت حاجة الحراس هيعرفوا بوجودنا والمهمة هتكون اصعب، ممكن ندخل بالليل ونشوف اللي بيحصل. وفي الليل بيقتحموا المخزن ويلاقوا طيور كتير، طيور من كل شكل ونوع. ناوفيمي بيسمع صوت واحد منهم، طائر الدندنة معروف عنه غناء. ناوفيمي بيقرب منه ويقول ده فيلو. ريشيا بتقول له اكيد لا، ده مش طائر فيوليال. قال لها لا دي هي فيلو. الطائر بيصرخ فيهم وبيبكي. ناوفيمي بيقول انا متأكد انها فيلو. كازونا بتقول له الاختام اللي عليها دي اختام تقييد، اكيد منعها من التحول. بيطلب من كازونا تستخدم السناره بتاعتها، فبتضرب القفص وتدمره، وساعتها فيلو بترجع لطبيعتها. كازونا بتقول له انت عرفت ازاي انها فيلو؟ قال لها دي اغلى حاجه عندي، اكيد هعرفها اول ما اشوفها. فجاه بيدخل عليهم تاجر العبيد ويقول دلوقتي هطلب لكم الحراس. ناوفيمي بيستخدم درع الكوابيس،
بيخليه يشوف اوهام اكنه محبوس داخل قفص. بيستجوبه ويعرف ان واحد من النبلاء اداله فيلو كهديه عشان يستخدمه في العروض بتاعته، وبيستنتجوا ان بسبب اختلاف العالمين عن بعض، فلما فيلو انتقل اتغير من طائر فيوليا لطائر الدندنه. مش كده وبس، كمان الادوات اللي ناوفمي جابها من عالمه بتدي تاثير مختلف في العالم ده، والادوات اللي في العالم ده بتدي تاثير مختلف لناوفمي عن باقي الابطال. ومن ساعه اللي حصل لفيلو وهي ماسكه في ناوفمي طول الوقت مش راضيه تسيبه وخايفه لا يبعد عنها تاني، بيقرروا يسموا الحيوان باسم راف، اختصار رافتاليا. لكن فجاه احصائيات رافتاليا بتختفي. ماتت؟ اكيد لا، راف لسه موجود، فاكيد رافتاليا لسه عايشه. طب ايه اللي حصل لها؟ ايه اللي خلى شرط العبد واحصائيات رافتاليا تختفي؟ ونرجع ليومين فاتوا بعد القبض على رافتاليا. الحراس بينقلوها لسجن موجود في الاراضي الجليديه، بيدخلوها زنزانه بتمتص القوه، لكنها بتلاقي 3 وراها وهم لاركو وفرقته. بيتفاجئوا بشكلها. انت رافتاليا؟ انت اتسخطتي ولا ايه؟ لاركو وفرقته لما رجعوا حاولوا يمسكوا كيو، لكنه كان عامل فخ ليهم وقدر يوقعهم فيه. رافتاليا بتقول لهم نفس اللي حصل معانا، احنا نزلنا في المتاهه اللانهائيه. بيقولوا لها المتاهه ده سجن مفيش حد خرج منه، ازاي خرجتوا؟ فبتحكي لهم القصه وانهم كمان قدروا يحرروا كيزونا. رافتاليا بتقول لهم احنا ازاي في السجن وانتوا لسه معاكم الاسلحه؟ بيقولوا لها اسلحه الكنزوكي ما ينفعش تنفصل عن صاحبها. فقالت لهم انا عندي فكره، بتستخدم سحر الضوء وتخفي نفسها. الحارس بيعدي وما يلاقيش رافتاليا، بيفتح الزنزانه ويدور عليها. ساعتها رافتاليا بتشد منه المفتاح وتحررهم، وبيكسروا الحارس ضربه وبيهربوا من السجن. وهدفهم كالعاده هو الوصول للساعه الرمليه عشان تنقلهم للمدينه بتاعتهم. في طريقهم بيصطادوا الوحوش في الغابه، وده بيزود مستوى رافتاليا، وبالتالي سنها وجسمها بيكبر لان اشباه البشر بيكبروا لما مستواهم بيزيد. واخيرا بيوصلوا لمكان الساعه الرمليه، وبالصدفه كان في احتفال، المراسم الرسميه لاختيار حامل سلاح الكنزوكي من نوع السيف. السلاح بيختار صاحبه وكل الناس بيتجمعوا في احتفال ضخم لان المرشح الرئيسي هو كازوكي. كازوكي بيحاول يشيل السيف لكنه فجأة بينور ويختفي، وبيظهر فجأة في ايد رافتاليا. السلاح اختارها وفي نفس اللحظة علامة العبد بتختفي. ما ينفعش حامل السيف يكون عبد الانسان. الحراس بيحاصروها، سلمي السيف اللي معاكي، وهي اساسا مش قادرة تسيب السيف، فما كانش قدامها الا الهروب. بتجري في المدينة والحراس بيدوروا عليها، جسمها بيبدأ يكبر وحتى الهدوم اللي لابساها بقت صغيرة عليها. بتهرب من الحراس لحد ما توصل لمعبد. الكاهنة بتشوفها فبسرعة بتاخدها لجوه، بتعالج جروحها وتديها لبس جديد، وتقول لها احنا بنقدس حامل سلاح السيف وعلى مر التاريخ كنا اتباع ليه. الحراس بيحاصروا المعبد ومعاهم كازوكي، فرافتاليا بتخرج لهم. بيقول لها رجعي السلاح والا هقتلك. بتقول له لو ما اتحركتش من قدامي هقتلك. كازوكي بيهاجمها فبتخرج السيف وتجرحه. بيظهر قدامها نمرين وحوش مقدسة زي سلحفاة الروح، بيهاجموا رافتاليا لكنها بضربة واحدة بتقتلهم هما الاتنين. بتقول لكازوكي لسه قدامك فرصة تعيش لو مشيت دلوقتي. كازوكي بيهاجمها ومن تاني بتقطعه. بتقول له انا جرحتك ولو اتحركت خطوة واحدة بس جسمك هيتقسم نصين. مساعدينه بيحاولوا يعالجوه، بيقول لهم اقبضوا عليها ورجعوا السيف. بيقولوا له لازم نعالجك الاول. رافتاليا بتسيب المعبد وتلاقي النمر التالت واضخم من الاتنين اللي قبليه، وكمان رافتاليا فقدت قوتها ومش قادرة تقتله. فجأة ناوفمي بيظهر قدامها ويعمل حاجز بيحميها، وكيزونا بالسنارة بتقتل النمر. ناوفمي بيقول لها شرط العبد اختفت، انت دلوقتي حرة. فرافتاليا بتحضنه، وبيوصل لاركو فرقته والكل بيتجمع من تاني. كيو بيوصل عند كازوكي اللي خدمه لسه بيعالجوه، بيقول له اخس كنت بحسب اني سايب راجل ورايا، حتة بنت صغيرة قدرت تعمل فيك كده. كازوكي بيتعصب وبيتحرك، ساعتها جسمه بيتقسم نصين. ايسونوبالت بيظهر القارب بتاعه وياخدهم كلهم للقصر، فبتظهر واحدة جنب كيو وتقول له انا هروح وراهم واخلص عليهم. كيزونا بتقول لجلاس ناوفمي قال لي ان انتوا التلاتة رحتوا عالمه، ليه عملتوا كده؟ بتقول لها عشان نقتله. كيزونا بتقول لها تقتليه؟ انتوا كده بقيتوا اشرار، احنا مش لازم نحارب بعض ولا نقتل بعض، احنا لازم نلاقي طريقة عشان نوقف الموجات. واحد من الخدم بيدخل وياخد لارك لان لاركو هو ملك البلاد. في نفس الوقت كيو كان بيعمل تجربة بيحاول يرجع كازوكي للحياة، وده بعد ما خدم وطلبوا المساعدة من كيو. بيقول لهم طبعا هرجعه للحياة بس في الاول عاوز خدمة منكم. لارك بياخدهم ويروحوا محل الاسلحة، بيقابلوا النسخة المؤنثة من الراجل العظيم صاحب محل الاسلحة، وطلعت بنفس الشخصية بس ناقصها شوية عضلات. بياخدوا الاسلحة اللي محتاجينها، واول ما يخرجوا بيلاقوا قدامهم يوموجي صديقة لكيو وجاية
تقتل الابطال المقدسين وحاملي اسلحه كانزوكي. بتقول لهم يا جبنة كلكم عاوزين تهاجموني؟ يا بنتي انت اللي جايه تحاربينا. بتقول لهم مش مهم، انا حاضر احاربكم كلكم. رافتاليا بتهاجمها وبتقدر تصدها. بتستغرب من شكل سيفها جواه عين بتتحرك. لارك ومجموعته بيحاصروها. كيزونا بتقول لها حطي السلاح على جنب، السيف ده ممكن يقتلك. بتقول لها استحاله، السيف ده من صنع كيو، ده كده انيل احتمال انه يقتلك بيزيد. لارك بيهاجمها ويطير السيف من ايديها. السيف بيطلع منه ايادي ويمسك في يوموجي. كيزونا بتقطع الايادي وجلاس بتطير السيف بعيد فبينفجر في الهواء. كيزونا بتقول لها كيو كان عاوز يقتلك. بتقول لها استحالة كيو يعمل كده، كيو ممكن يعمل تضحيات لتنفيذ هدف نبيل. طب ايه هو الهدف النبيل ده؟ بتقول لهم هدفه هو ايقاف الموجات. كيزونا بتاخد يوموجي لبيتها وبتحرر قيودها وتقدم لها الشاي وتعملها زي ضيوف بالظبط. يوموجي بتقول لها انا وكيو كنا اصدقاء طفولة. كيو كان طفل غريب عمره ما لعب مع حد وكان بيلبس ملابس غريبة، بس لما اتكلمت معاه قال لي كل حاجة عن بلاده وعن الابحاث وعن الموجات. كان عبقري من صغره وعاوز يعرف كل حاجة. اتعلمت منه حاجات كتيرة وصداقتنا زادت. ما كنتش عبقرية زيه فقررت اكون الحارسة الشخصية ليه، وانا عارفة ان هدفه هو ايقاف الموجات. بس لما قابلتكم حسيت ان كيو عمل مصايب، عشان كده عاوز اكفر عن ذنوبه. ناوفيمي والبقية بيرجعوا لتاجرة الاسلحة بعد ما صنعت كل الادوات اللي هم عاوزينها، وصنعت لناوفيمي درع اللعنة من تاني واستخدمت فيه عظم وجلد من تنين. ولسه قدامهم يومين فالوقت معاهم عشان يهزموا كيو قبل وصول الموجات. بس فجأة العداد بينزل بسرعة رهيبة، وفي اقل من دقيقة اليومين بيخلصوا والموجات بتظهر في العالم. فالابطال بينتقلوا لموقع الموجات واللي كان بالظبط بجوار معمل كيو. كل تجاربه اللي فاتت ما كانتش عشان توقف الموجات، بل كان عاوز يصنع الموجات. كيو زي ناوفيمي انتقل من العالم الواقعي للعالم الايسيكاي، بس على عكس ناوفيمي اللي انتقل وهو عايش، كيو انتقل بعد موته. كان شاب بكرش كل اللي بيهمه انه ياكل شيتوس ويلعب العاب فيفا وليج اوف ليجندز وحاجات زي دي، وكان كاره لحياته بالكامل، شايف انه ما ينفعش في الحياة دي وعاوز يعيش داخل لعبة من اللي بيلعبهم، فقرر ينتحر وساعتها انتقل لعالم الايسيكاي. ايسونوبالتي بيرجع بالمركب بتاعه عشان ياخد ناوفيمي والبقية مشغولين بمحاربة الموجات. يوموجي بتقول لهم كيو خدعني عشان كده هساعدكم ووقفوا. بيوصلهم لحد معمل كيو وبيظهر قدامهم كاميرا خليط من البشر والوحوش المقدسة اللي قتلتها رافتاليا، بس البشر اللي تم استعمالهم هم الخدم بتوع كازوكي، معاهم نفس السيوف اللي بتنفجر. ايموجي بتقول لهم ده مش هيرجع كازوكي لكنهم برضو بيهاجموا، فرافتاليا بضربة واحدة بتقطعهم كلهم. السيوف بتنفجر بس قبلها ناوفيمي بيحط اكتر من 5 دروع بيقدر بيهم يمتص قوة الانفجار، وساعتها بيظهر كيو ومن وراه بيظهر كازوكي. كيو بيقول لهم زي ما وعدتكم قدرت ارجع كازوكي للحياة. يوموجي بتقول ده مش كازوكي، ده مجرد هومونكلوس صنعه كيو، استخدم جسم كازوكي وزرع فيه الروح الخاصة بمستعمل كينزوكي المرآة واللي اختفى من اكتر من سنة. اكيد كيو خطفه واستعمله في التجارب. اللي قدامنا ده جسم بدون دم ومعندوش مشاعر، مجرد جثة متحركة. كازوكي بيستخدم المرآة ورافتاليا بتصدها. بتقول لناوفيمي تقدم انت، روح واهزم كيو وانا حاضر اوقفه. فناوفيمي بياخد ريشا ويكملوا. كيو بيقول لهم اهلا بيكم من تاني، المعركة اللي انتهت في عالمكم هنخلصها دلوقتي، وانا بستعمل الارواح اللي اخدتها من اوست في تدمير العالم. تعرف ان الموجات مش بس هنا بل ظهرت في كل العوالم اللي رحتها واللي منها عالمك. ناوفيمي بيتعصب ويستدعي درع اللعنة، بيفتكر كل اللي حصل له واللي حصل لرافتاليا وفيلو في العالم ده، وكل ده كان بسبب كيو. الكره والغضب بيسيطروا عليه وبيستخدم قوة التنين اللي اتصنع بيه الدرع لدرجة انه بيفقد السيطرة على نفسه، والتنين بيسيطر عليه ويهاجم ريشيا. بيقول لها رافتاليا وفيلو مفيدين ليا، بس انت لازمتك ايه معايا؟ انت ليه في فرقتي؟ انت بتستغليني عشان تكوني اقوى وترجعي لبطل القوس. كيو بيتفرج على اللي بيحصل وهو بيضحك. ريشيا بتقول له كلامك صح، لكن رافتاليا وفيلو بيحبوك ومش هيكونوا عاوزين يشوفوك بالمنظر ده، ممكن يضحوا بحياتهم عشان ما تتعرضش للاذى. ناوفيمي بيفوق شويه فريشيا بتستغل الفرصه، بتتفادى هجمات كيو وتنقض عليه. بيحاول يستعمل سحر الجاذبيه بس برضه مش مؤثر معاها. ناوفيمي بيحاول يرجع لوعيه بس بيسمع صوت التنين وهو بيقول له خليني اتحكم فيك، انا هديك القوه اللي انت محتاجها، قوتي هتخليك تحرق كل حاجه. ناوفيمي قال له احرق كل حاجه؟ ساعتها بتظهر اوستو وتقول له انت مش محتاج قوه النار، انا اديتك القوه
القوة اللي ممكن تحارب بيها. بيفوق ويلاقي رافتاليا وفيلو جنبه، وبيظهر من تاني درع سلحفاة الروح. بيؤمر ريش بالرجوع وبيجمع قوة الدرع، وبضربة واحدة بيدمر كيو ويخفيه من الوجود. لاركو وفرقته هم كمان قدروا يوقفوا الموجات، لكن الموجات اختفت، فما فيش قدام ناوفيمي طريقة للرجوع لعالمه، فهيستنى الموجات القادمة عشان يدخل فيها ويرجع. قالوا له خلاص تعالى نرجع القصر وناكل وممكن نصطاد بعدها، لكن بيظهر حواليهم ضوء هيتم نقلهم بعد دقيقة. ناوفيمي بيقول لكازونا ممكن تزوريني في اي وقت، بس اهم حاجة ما تجيش تقتليني زي اصحابك. وناوفيمي بيرجع لعالمه. في الوقت اللي ناوفيمي كان بيحارب كيو، الموجات ظهرت في العالم، بس ابطال السيف والقوس والرمح قدروا يتصدوا ليها، فالملكة بتكرمهم كلهم على مجهوداتهم في التصدي للموجات والقضاء على سلحفاة الروح. بس المشكلات لسه ما خلصتش. السلحفاة كانت وحش من 4 وحوش حامية، فممكن ال3 الباقيين ينشطوا في اي لحظة. وطبيعة الموجات نفسها لسه منعرفهاش، ليه بتتكون او حتى ايه العلاقة اللي بتربط بين العوالم. وده اللي هنعرفه او مش هنعرفه في الموسم القادم، لاني ما قريتش المانجا فما اعرفش ايه اللي هيحصل. ولو عجبك الفيديو الطويل جدا ده ما تنساش تعمل لايك، وصل لنا المقطع 15000 لايك، واشترك في القناة لو دي اول مرة ليك، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.